طيب الكل سامعني كده والصوت تمام؟ اه، تمام يا باشمهندس. طيب تمام. كده الشير والصوت تمام، صح كده؟ طيب. ان شاء الله النهارده هنعمل ريكاب كده على النتورك ونركز على النقط المهمة اللي احنا محتاجينها ان شاء الله ايه في البين تيستنج وفي الباج باونتي. فان شاء الله يعني نلم كده الدنيا، لو حد وقع منه اي حاجة فان شاء الله في السيشن دي هنقدر ايه نلم كل الاجزاء دي. طيب. طيب خلينا نفتح اول حاجة. طيب. لو حد رفع ايده فيفتح المايك يتكلم عادي. ان شاء الله اول حاجه نبدا فيها هي ايه هي التوبولوجيز اللي موجوده عندي في النتورك. تمام. طيب. التوبولوجي دي معناها طرق التوصيل ما بين الجهاز والتاني. طبعا احنا عشان نعمل نتورك فعندي كذا طريقه ان انا اوصل بيها جهازين ببعض او اكتر من جهاز بالتاني. تمام. اول طريقه هي البوينت تو بوينت. انا مش عارف هو ممكن يبقى عندكم مش ظاهر قوي. بوينت تو بوينت. تمام. طيب وده بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بيبقى عندي جهازين، الجهازين دول انا بوصلهم ببعض بشكل مباشر على طول. تمام. يبقى دي كده دي اول توبولوجيا عندي وهي اسمها بوينت تو بوينت. طيب عندي طريقه تانية اسمها الباص. انا طبعا مش هنخش في التفاصيل دي لان دي تفاصيل يعني مش محتاجينها دلوقتي، ولكن بس على الاقل تعرف المسميات دي. فاتح بس المايك اقفله. معلش، هو الكتابة مش واضحة، صح؟ اه يا باشمهندس، هي فعلا الصورة مش واضحة. طيب دقيقه واحده، دقيقه واحده اقفل الشير وان شاء الله.
لو المشكلة في الكواليتي بتاعت الصورة خلاص عادي مش مشكلة يعني، هنعتمد على الكلام مش لازم نشوف الكتابة يعني. طيب دي واحدة بس. طيب اعتقد كده الصورة بقت احسن صح؟ كتير. تمام. طيب فعندي اول حاجه هي التوبولوجي. تمام، التوبولوجي هي طرق التوصيل ما بين جهاز او اكتر من جهاز، تمام، من جهازين او اكتر يعني. طيب فعندي اول طريقه هي بوينت تو بوينت. بوينت تو بوينت يعني بيبقى عندي جهازين بقدر اوصلهم ببعض على طول بشكل مباشر على طول، تمام. طيب تاني طريقه هي طريقه اسمها الباص. والباص دي ان هو بيبقى عندي زي مسار كده بيبقى وسيط ما بين كل الاجهزه، وبيبقى عندي كل الاجهزه متوصله بنفس المسار ده، تمام. واي رساله بتتبعت هي بتمر على كل الاجهزه، تمام. وده طبعا بيخلي في مشكله في السكيورتي، تمام. وبيعمل طبعا حاجه اسمها كوليجن ان هو بيحصل تصادم كده في البيانات، تمام. فطبعا الطريقه دي مش احسن حاجه، بس هي طبعا برضه ليها مميزات ان هي سهله وهكذا. عندي طريقه تانية اسمها رينج او الحلقه. والطريقه دي بتستخدم بيبقى عندي كده جهاز، كل جهاز متوصل زي ما انتم شايفين كده. الجهاز ده مثلا متوصل بجهاز على يمينه، وهنا جهاز تاني على ايه، على شماله بالشكل ده. بس هنا بيبقى عندي عيب خطير جدا، وهو ان انا لو الجهاز ده مثلا حصل فيه اي مشكله، تمام، وفصل، فبالتالي الحلقه دي كلها هتبوظ، تمام. فبيبقى هنا عندي مشكله ان لو جهاز واحد بس عطل فبيحصل مشكله، تمام. غير كده برضو هنرجع لنفس الطريقه، وليكن مثلا الجهاز ده عايز يبعت للجهاز ده، فعلشان يبعت للجهاز ده لازم هيبعت للجهاز ده، والجهاز ده هو اللي هيبعت للجهاز ده. فبالتالي برضو هنا بيبقى في مشكله في الايه، في السكيورتي. طيب الطريقه طبعا دي الاشهر ودي اللي عندنا في البيت، هو بيبقى ان هي طريقه الستار او النجمه. وهنا بيبقى عندي جهاز في المنتصف كده، وبتبقى مرتبط بيه الايه، الاجهزه كلها. عيب الستار دي او عيب التوبولوجي عامه دي، ان هو بيبقى عندي الجهاز ده اول ما بيفصل فساعتها النتورك كلها بتتقطع، لان هو الجهاز ده بتبقى كل الاجهزه معتمده عليه. فلو الجهاز ده عادة زي ما بيحصل عندنا في البيت، لو الجهاز بتاع اللي هو الراوتر يعني عندنا في البيت بيحصل في اي مشكله في الراوتر، فبالتالي بنلاقي ان كل الاجهزه او النت بيقطع عند كل الاجهزه، تمام. فدي طريقه الستار. اخر طريقه هي المش. والمش دي هي احسن طريقه في السكيورتي، ولكن هي غاليه جدا طبعا. وهي ان انا بوصل كل جهاز بالجهاز اللي عندي. طبعا ده حاجه يعني غير منطقيه خالص. لو وليكن مثلا لو انا عندي 100 جهاز، فاحتاج ان انا اوصل الجهاز بال 99 جهاز التانيين، تمام. فبيبقى بالشكل ده، بيبقى عندي مثلا الجهاز ده متوصل بالجهاز ده وبده وده 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 وهكذا. فده طبعا بيخلي الطريقه دي غاليه جدا، لكن هي احسن حاجه تخص في السكيورتي، في جزء السكيورتي يعني، تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا النتورك عندنا اول ما اتقسمت توبولوجي، او من ناحيه التوبولوجي بتبقى عامله ازاي. طيب نيجي بقى بعد كده نشوف الكاتيجوري بتتقسم كذا كاتيجوري. طيب ايه الكاتيجوري اللي عندي ثلاثه: ترانسميشن، جيوغرافيكال، والايه الادمنستريشن. طيب خلينا دلوقتي نركز بس على الترانسميشن، تمام. والجيوغرافيكال ممكن نبص عليه برضه بصه. ادمنستريشن مش مهم دلوقتي بالنسبه لنا، تمام. طيب الترانسميشن مود انا كنت شرحته برضه المره اللي فاتت في السيشن اللي فاتت، وقلت ان احنا بيبقى عندنا ثلاثه ترانسميشن مود. اول حاجه هو السمبلكس، الهاف دوبلكس، والفول دوبلكس. طيب ايه بقى الفرق ما بين الثلاثه؟ السمبلكس هو بيبقى عندي ادي الجهازين اهو، تمام. الداتا بتمشي في وان دايركشن، بتمشي في اتجاه واحد بس. يعني وليكن مثلا عندي الجهاز ده، تمام، او السيرفر ده بيبعت داتا للجهاز ده، تمام. فالجهاز ده هو مش بيقدر يبعت للسيرفر، لكن هو السيرفر بس هو اللي بيبعت للجهاز. فده اسمه سمبلكس، ان هو بتبقى الداتا بتتبعت من جهاز لجهاز تاني بس، ما ينفعش العكس يحصل. طيب الهاف دوبلكس بيبقى عندي جهازين، الجهازين دول بيقدروا يبعتوا داتا لبعض، ولكن في شرط ان هم ما يبعتوش الداتا دي في نفس الوقت. يعني وليكن مثلا لو افترضنا، خلينا كده نيجي واحدة. تمام. وليكن مثلا لو احنا جينا كده في الجزء ده. طيب مهم، لو احنا جينا مثلا افترضنا ان ده الجهاز واحد ده جهاز اتنين، فجهاز واحد بيبعت لجهاز اتنين. جهاز اتنين ده لازم يبقى واقف كده يستلم الرسائل او يستلم الداتا دي، تمام. بعد ما جهاز واحد يخلص كل الداتا اللي هو عايز يبعتها، بعد كده الجهاز رقم اتنين يقدر يبعت داتا، تمام. يبقى انا بيبقى عندي الجهازين يقدروا يبعتوا داتا لبعض، لكن في شرط واحد، ان وقت ما الجهاز الاول بيبعت لازم الجهاز التاني ده يفضل يستلم لحد ما الجهاز الاول يخلص.
تمام. طيب يبقى هو بيبعت في التو دايركشنز عادي، لكن مش في نفس الوقت. تمام. فده الايه، ده الهاف دوبلكس. ده عامل بالظبط زي اللاسلكي. اللاسلكي عندي كده، لما لو بتسمعوا اللاسلكي اللي هو بتاع الشرطه وهكذا، بيبقى عندي اللاسلكي وانا بتكلم، الشخص التاني هو قاعد عمال يسمعني، لكن ما يقدرش يتكلم برضه في نفس الوقت، يا اما انا مش هسمعه. لو هو اتكلم في نفس الوقت انا مش هسمعه. تمام. وانا بتكلم، هي الداتا رايحه من عندي للشخص التاني. تمام. اول ما انا بخلص بعد كده بشيل ايدي من على الزرار، بعد كده يبدا الشخص التاني يبدا يبعت لي داتا. تمام. يبقى هو ده الهاف دوبلكس. طيب الفول دوبلكس، الفول دوبلكس بقى اللي هو عامل زي المكالمه العاديه، وليكن مثلا انا دلوقتي لما مثلا ارن على اي شخص وانا بتكلم، هو برضو ممكن يتكلم في نفس الوقت، وانا هسمعه وهو هيسمعني. تمام. يبقى الداتا بتتبعت للجهازين، يعني الجهازين يقدروا يبعتوا داتا وفي نفس الوقت عادي مفيش مشكله. تمام. يبقى السمبلكس بيبقى عندي جهاز هو السندر، جهاز هو اللي بيبعت، وجهاز هو الريسيفر ثابته. لكن الهاف دوبلكس، الهاف دوبلكس بيبقى عندي جهاز سندر، التاني لازم يبقى ريسيفر. تمام. والتاني ده لو بقى سندر لازم الاولاني يبقى ريسيفر. تمام. يبقى عندي الجهازين يقدروا يبقوا سندر ويقدروا يبقوا ريسيفر، ولكن مش في نفس الوقت. تمام. طب الفول دوبلكس، الفول دوبلكس يقدر الجهاز يبقى سندر وريسيفر في نفس الوقت عادي، ان هو يستلم ويبعت الداتا في نفس الوقت عادي. تمام. طيب آه، من ناحيه طبعا اللان دي بتبقى لوكال اريا نتورك، ودي بتبقى نتورك صغيره، بتبقى عندي وليكن مثلا زي النتورك اللي عندي مثلا بتبقى في المكتب او في البيت وهكذا، دي بتبقى اسمها لان. لكن الوان او الوايد اريا نتورك دي بتبقى طبعا حاجه زي الانترنت كده، بتبقى يعني على قارات، مش بس مكتب او هكذا. تمام. طبعا الاي اس بي ده اللي هو زي شركه وي، اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، ده اللي بيبدا يوفر لي ايه، خدمه الانترنت. تمام. طيب. طيب تمام. زي ما قلت الادمنستريشن دلوقتي مش هنتعمق فيها دلوقتي، ان شاء الله قدام هنعرف ايه هو ايه الكلاينت سيرفر نتورك والبير تو بير. طيب نبدا نخش في الديفايس اللي عندنا. الديفايس اللي عندنا بيبقى عندنا كذا حاجه منهم. اول حاجه النتورك، قصدي الراوتر. تمام. الراوتر ده جهاز بيبدا يوصلني ما بين كذا نتورك وبعض. تمام. يعني وليكن لو عندي نتورك A ونتورك B وعايز اوصل التو نتوركس دول ببعض، فبالتالي بجيب الراوتر. تمام. باحطه كده في النص ما بين التو نتورك. بعد كده بتبدأ النتورك دي، اي جهاز من النتورك ايه مثلا يقدر يبعت لاي جهاز من النتورك بي عادي. تمام. يبقى الراوتر بيبدأ يعمل لي راوتنج للداتا، راوتنج يعني توجيه للداتا، يبدأ يوجهها من نتورك لنتورك تانية. تمام. دي فايدة الراوتر. طب السويتش او الهاب، الاثنين بيوصلوا ما بين الأجهزة نفسها. يعني انا دلوقتي عندي بقى، قلنا بقى عندنا نتورك ايه ونتورك بي. نتورك اي دي جواه كذا جهاز. طب فانا الكذا جهاز دول عايز اوصلهم ببعض ازاي؟ عن طريق السويتش. تمام. يبقى السويتش هو اللي بيوصل ما بين الاجهزه نفسها. تمام. حتى ما بين الاجهزه والراوتر. يعني انا بعد كده وليكن مثلا عندي كذا جهاز، الكذا جهاز دول ببدا اوصلهم بالسويتش، والسويتش ابدا اوصله بالايه، ابدا اوصله بالراوتر. طيب فكده احنا فهمنا فكره السويتش وفكره الايه الراوتر. طيب الهاب هو بالظبط عامل زي نفس فكره السويتش، لكن بيبقى كان في مشكله ان هو بيعمل تصادم للبيانات اللي بتتبعت. يعني وليكن مثلا عندي جهازين بيبعتوا لبعض في نفس النتورك عادي. تمام. الهاب بيبدا يدخل البيانات دي في بعض، فدي كانت مشكله. فعشان كده دلوقتي ما بقاش في حد بيستخدم الهاب، فدلوقتي بقى كل اعتمادنا على الايه، على السويتش. طيب نيجي لحاجه تاني، هي نتورك انترفيس كارد. نتورك انترفيس كارد دي اللي هو كارت الشبكه اللي بيبقى موجود عندي في الجهاز. بالتالي ده هو ده اللي بيبدا مثلا اقدر اوصله بالسويتش او اوصله بالايه، بوايرلس بقى اللي عندي وهكذا. تمام. ده بيبقى شكله طبعا، لو تلاحظوا كده بيبقى بنضطر احيانا نحط له انتنه لو عندي جهاز كمبيوتر، فبضطر احط له الانتنه عشان ابدا ايه، او اشغل واي فاي على الايه، على الكمبيوتر. تمام. طيب عندنا بقى حاجه اسمها اكسس بوينت. تمام. ايه بقى الاكسس بوينت؟ الاكسس بوينت ده اللي هو عندنا في البيت. تمام. الاكسس بوينت ده هو بيبقى بالشكل ده طبعا، اللي هو بيبقى عندنا في البيت كده، بيبقى فيه انتنه، بيبدا نوصل فيه ايه، ار جي 45 كونكتور، اللي هو بالشكل ده كده. لو بتلاحظوا كده دايما السلك اللي هو بيبقى جاي من بره، وبعدين بنشغله عندنا في الراوتر وهكذا، اللي هو الار جي 45 ده. فهو ده الجهاز اللي عندنا في البيت اللي اسمه اكسس ايه، اكسس بوينت. تمام. طيب ازاي دلوقتي الجهاز ده بيبدا يبعت، وليكن مثلا عايز الجهاز ده يبعت لاي حد تاني عندي في
عندي في الشبكه. فالاكسس بوينت هنا بيعمل ايه؟ اول حاجه الجهاز ده بيبعت حاجه اسمها ار تي اس، اللي هي ريكوست تو سند. يعني بيقول له ايه؟ بيقول له والله انا دلوقتي انا عايز ابعت رساله، ينفع ابعت رساله؟ فيبدا الاكسس بوينت يقول له ايه؟ سي تي اس او كلير تو سند، يعني تقدر تبعت رساله عادي. بعد كده يبدا يبعت الرساله. تمام. طيب عندنا حاجه اسمها سيرفيس سيت ايدنتيفاير او الاس اس اي دي. الاس اس اي دي ده هو اللي احنا بنقول عليه اسم الواي فاي. تمام. هو الاس اس اي دي اللي هو اسم الواي فاي. تمام. فهو ده السيرفيس سيت ايدنتيفاير، وده بنبدا ايه نعمل له احنا كونفيجريشن عادي، نغير الاسم اللي احنا عايزينه عادي. تمام. فدي الديفايسز اللي بتبقى عندي في الايه، عندي في النتورك. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب اتفضل يا محمد. كنت عايز اسال بس ايه لازمه الحركه بتاعت الار تي اس والسي تي اس، يعني ايه اللازمه اللي منهم؟ الار تي اس والسي تي اس ان هو يقدر اه الجهاز ده يقدر يبعت رساله لحد تاني في النتورك بس. تمام. يعني هو كانه بالظبط بيستأذن كده، والله بيقول له انا والله انا ممكن ابعت رساله، فده يقول له تمام ممكن تقدر تبعت رساله عادي بس. فهو هنا بيقول له ريكوست تو سند، ممكن ابعت رساله، فيبدا يرد عليه الاكسس بوينت يقول له ايه؟ كلير تو سند، يعني تقدر تبعت عادي الرساله بس. ده نفس الفكره مثلا في الابلكيشنز اللي هي مثلا بتشير داتا او فايلز مع بعض، ده عن طريق نتورك هم بيعملوها مع بعض، حاجه زي كده يعتبر، انت قصدك على فكره اللي هو ولا يعمل له الاو او الشيرت لا؟ مثلا وكده؟ اه بالظبط. يعني حاجه زي كده مثلا. يعني اوكي هي مش زيها تمام. بالظبط لكن شبيهه بيها يعني. اوكي. تمام. طيب طبعا برضو الجزء ده مش هنخش فيه قوي، لان احنا مش هنخش طبعا في انواع الاسلاك وهكذا، ولكن بس اعرفوا بس اللي هي مسميات. اللي هو بيبقى عندنا في الكيبلز عندنا نوعين، حاجه اسمها كبر وحاجه اسمها فايبر اوبتيك. طيب الكبر ده اللي هو عندي كوكسيال، ده طبعا اللي بنشوفه في الريسيفر بتاع التلفزيون. لو بتلاحظوا كده التلفزيون اللي عندنا ده اللي هو بيجي من بره، والدش والحاجات زي كده بيبقى بيستخدم النوع ده. طيب عندنا الشيلدد تويستد بير والانشيلدد تويستد بير. لو حد لسه عنده الراوتر اللي هو مش فايبر، فبيبقى عنده حاجه من الاثنين دول، يا اما شيلدد يا اما انشيلدد. تمام. وده اللي هم بيبقوا سلكين كده، بيبقوا مختلفين في اللون، يبدا ايه يربطهم بسلكين برضو تانيين كده مختلفين برضو في اللون وهكذا. تمام. ده الشيلدد وده الايه الانشيلدد. طبعا الفرق ما بينهم بس ان ده بيبقى عليه طبقه حمايه، وده طبعا احسن يعني. تمام. طيب الفايبر، طبعا الفايبر ده هو بيبقى جزء كده ازاز، بيبدا بعد كده الرسائل بتتبعت ان هي بتعمل تصادم كده في الازاز ده. طبعا هو ازاز بيبقى قابل ان انت تقدر تتنيه عادي، مش هيتكسر يعني. تمام. طبعا الفايبر طبعا سرعته عاليه جدا يعني. وطبعا عندنا الايه الوايرلس اللي هو اللي فيه بقى الواي فاي، اللي هو الوايرلس فيديليتي. تمام. وطبعا عندنا 2 فريكوينسي اللي هو 2.4 و5. لو حد عنده بقى الراوتر اللي هو الحديثة شوية، فهتلاقي دايما بيبقى عندك عندك لمبتين كده في الراوتر. تمام. بتلاقي واحد 2.4 وواحد 5 جي. تمام. وتقدر تعمل ده كونفيجريشن وده كونفيجريشن. تمام. ده طبعا بيديك ايه فريكونسي احسن، فبالتالي السرعة بتبقى احسن. تمام. كده حد عنده اي مشكلة في الجزء ده؟ اعتقد جزء بس بسيط، ان بس ايه تبقوا فاهمينه. بس انا اهم حاجة بالنسبة لي هو الجزء ده، الجزء بتاع الديفايس. يا باشمهندس حمودة، ايوه. في ناس كتيرة بتسأل على ال RTS وال CTS، دول ايه لازمة الحركة بتاعتهم؟ الار تي اس والسي تي اس كل فكرتها ان والله لو الجهاز ده عايز يبعت رساله، فبالتالي لازم يبعت الاول حاجه اسمها ريكوست تو سند. عايز يبعت دلوقتي يقول لي الاكسس بوينت ده هل انا ممكن ابعت رساله؟ فيبدا الاكسس بوينت يقول له والله لو هو يقدر هيقول له سي تي اس، يقول له تمام اتفضل ابعت الرساله دي عادي. تمام. لو في مثلا مشكله في الاكسس بوينت او كده او في الاتصال، ساعتها مش هيرد عليه. بس دي الفكره. تمام. طيب إيه الفرق ما بين؟ لأ، هو السِن واللي هو ال3 way handshake عامةً دي حاجة في الTCP، وده عشان يتأكد إن الاتصال ما بينهم تمام. تمام، ما بين جهازين، مش علشان الجهاز يبعت رسالة. تمام. يعني انا وليكن مثلا انا عندي دلوقتي في الجهازين عايزين يبعتوا الداتا لبعض. تمام. جهاز واحد عايز يبعت لجهاز اتنين داتا. تمام. جهاز واحد لازم يعمل 3 واي هاند شيك مع الجهاز التاني عشان يبداوا يبعتوا لبعض، لو هم يبعتوا لبعض داتا تي سي بي. فبالتالي هو لازم يتاكد ان الاتصال ما بينهم تمام علشان ما فيش اي بيانات يحصل فيها اي مشكله. تمام. عشان يبداوا الاتصال مع بعض لسه بالتي سي بي، وبعدين ده بيبقى في لاير ودي لاير تانية خالص. تمام. يعني ده اصلا لاير وده لاير تانية خالص. تمام. الكلام بتاع ال 3 واي هاند شيك والتي سي بي واليو دي بي ده بيبقى دي اصلا بتبقى في اللاير بتاعه الترانسبورت. تمام. بص، هو طبعا زيادة على الكلام اللي الباشمهندس قاله. بص، هو عايزك بس تبقى تفرق حاجتين عن بعض، عشان بلاقي الناس كتير بتتلخبط في الحاجات دي.
مش معنى ان في حاجه مثلا بتعمل ريكوست وريسبونس يبقى انت بتربط كل اللي اي حاجه بتعمل ريكوست وريسبونس ان دول زي بعض. لا، يعني احنا بنتكلم في نطاق الاو اس اي، ماشي. المفروض ان انت حضرت الاو اس اي، فانت عارف ان هي دي لايرز، وكل لاير بيبقى ليها حاجاتها المعينه. فانت ما تخلطش اللايرز على بعض يعني هو بيتكلم دلوقتي في الداتا لينك لاير، بيتكلم في حاجه. انت بتتكلم في الترانسميشن لاير، اللي هو انت ازاي بننقل اصلا الداتا، الكلام ده كله. فانت فرق بين اللايرز وبعضها، وما تخلطش ده على ده خالص. يعني ده اصلا الثري واي هاند شيك ديت، ده كل اللي انا بعمله بس عشان استبلش كونكشن كده بيني وبين اللي قدامي، اللي هو انت تمام، انا تمام. طب خلاص، يلا نبدا كونكشن سوا، ماشي. فدي الثري واي هاند شيك. اما الار تي اس اي تي اس دي حاجه تانية خالص، فاهم؟ فانت افصل دي عن دي خالص، ما تربطش الكلام ببعض، لان دي لاير ودي لاير، فاهم؟ لو نفس اللاير تقول ماشي، ايه الفرق بينهم؟ بس لما تتعامل على different layers، لا، يبقى هو كل حاجه ليها منهجيه معينه احنا بنمشي عليها عشان نوصل الداتا من اول الابلكيشن لحد الفيزيكال تحت خالص. تمام. فيعني دي بتحصل حاجه في الاكسس بوينت، لكن دي حاجه عشان تبدا تتاكد بس في الاتصال بتاع التي سي بي في اللاير بتاعه الترانسبورت. حلو. طيب اعتقد كده بقينا تمام وكده فاهمين الديفايس وفهمنا كده شويه حاجات عن الكيبلز وحاجات زي كده. نبدا بعد كده نخش في الايه الاو اس اي موديل. تمام. طبعا احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده برضو، بس هنرجع نشرحها كده الحاجات المهمه اللي فيها. وهي عندي هي بتتكون من 7 لايرز، وده موديل اتعمل علشان يبداوا ينظموا الداتا اول ما بتخرج من جهاز لحد ما توصل للجهاز التاني. تمام. طيب، ودي موديل نظريه. تمام، نظريه بس ما اتعملتش في الحقيقه في الواقع. مش هي دي اللي اتنفذت في الواقع. اللي اتنفذ في الواقع حاجه اسمها تي سي بي اي بي، تقدروا تبحثوا عنها وتعرفوا عنها تفاصيل اكتر. تمام. وهي تقريبا هي نفس الفكره، ولكن بدل ما هي كانت 7 لاير خلوها 4 لاير بس. تمام. ده التي سي بي اي بي، وده اللي هو اتنفذ في الواقع. تمام، لكن هو نفس الفهم. تمام، يعني ده فيه تفاصيل اكتر بس، فعشان كده بقى 7 لاير. طيب، نيجي اول حاجه هي الابلكيشن لاير. انا دلوقتي بدات ده الجهاز بتاعي وبدات ابعت ريكوست. فالمكان اللي ببعت منه الريكوست اللي هو مثلا وليكن البراوزر مثلا اللي عندي، المتصفح اللي انا فاتحه مثلا في الموقع مثلا، فده ببدا اسند ريكوست. يبقى ده كله بيحصل في الابلكيشن لاير. يبقى الابلكيشن لاير هي اللاير المسؤوله عن ان هي تسند الريكوست وتعمل تستلم الريبلاي بتاعها. تمام. طيب، بعد كده انا بعت ريكوست، تبدا ننزل عند البرزنتيشن لاير. تبدا البرزنتيشن لاير تبدا تعمل لي تشفير، انكريبشن، وتضغط لي البيانات دي وتعمل لي كومبريشن للداتا دي. اللي هي كومبريشن اللي هو الضغط، يعني الكريبشن اللي هو التشفير. تمام. تبدا تشفر البيانات وتبدا تضغطها بحيث ان هي تتبعت بشكل امن، وكمان بشكل اسرع، لان هي طبعا لما تضغطها بتقلل المساحه بتاعتها. تمام. بعد كده بتنزل عند السيشن اللاير بتاعت السيشن. السيشن هي كل فكرتها ان هي ت- تبدا تعمل اتصال، تستارت كونكشن ما بين الجهازين وتتاكد ان الاتصال تمام، عشان تبدا بقى تعمل بقى مانج وتعمل كنترول لكل حاجه تخص الاتصال ما بين الجهازين. تمام. برضو لو حبيت اقفل الاتصال ده فهي بتعمله ترمينيت عادي. تمام. يبقى السيشن دي مسؤوله ان هي تبدا الاتصال ما بين الجهازين، وكمان لو حصل اي مشكله هي اللي بتبدا تمانج كل الكلام ده، تقدر تعمل مثلا ريكونكتنج وهكذا. تمام. طيب، بعد كده الداتا بتروح للترانسبورت لاير، وهنا بتبدا الداتا دي تتقسم لحاجه اسمها سيجمنتس. بتحصل هنا عمليه اسمها سيجمنتيشن. تمام. ايه السيجمنتيشن؟ الداتا دي بتبدا تتقسم كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بتبدا تتقسم، دي اسمها سيجمنتس. تمام. وده بيبقى اسمه السيكونس ايدنتيفاير اللي هو الاي دي ده. تمام. كل واحد بيبقى واخد اي دي كده علشان الداتا نبقى عارفين والله هي الداتا دي خسرت حاجه ولا لا. تمام. يعني وليكن مثلا بنمشي بالاي دي 1 2 3 4 5 6. فانا وليكن مثلا بعد كده ان شاء الله لما الرساله توصل هناك ونفهم الري اسمبلي وهكذا، ساعتها هنا بيبدا يبص كده يشوف الاي دي. والله شاف 1 2 3 5، فرقم 4 ده مش موجود، فده بالتالي ان في اي دي هنا ناقص، يعني في مشكله حصلت. تمام. طيب، وفي الترانسبورت لاير زي ما قلنا بيبدا هنا كمان يحصل ان يتحط هنا البروتوكول المستخدم، سواء بقى تي سي بي او يو دي بي. وعرفنا ان التي سي بي ده البروتوكول بيستخدم اكتر لو انا وليكن مثلا عايز ابعت داتا، والداتا دي انا محتاج ان هي توصل كامله. تمام. وليكن زي ما انا مثلا ببعت صوره لشخص على الواتساب مثلا، فالصوره دي لازم طالما بعتها كامله لازم توصل هناك كامله. عمري ما الاقي مثلا الصوره واصله ربعها بس.
تمام. فهنا لازم استخدم بروتوكول اسمه التي سي بي. يبقى التي سي بي هو بيوصل لي الحاجه كامله ولكن بياخد وقت اطول. طيب اليو دي بي عامل زي الاستريم اللي احنا فيه دلوقتي او الميتنج اللي احنا فيه دلوقتي. انت دلوقتي سامعني في نفس الوقت اللي انا بتكلم فيه. تمام. فهنا بستخدم اليو دي بي بيستخدم دايما في الاستريم وفي اللايف وفي الالعاب اللي هي زي الالعاب زي بابجي وفري فاير والحاجات اللي هي فيها باتل رويال وحاجات بنبقى محتاجين فيها بينج دلوقتي، اللي هو يبقى الاتصال شغال دلوقتي. اي حاجه تحصل عند اي حد انت تسمعها في نفس الوقت او تحصل عندك برضه في نفس الوقت. تمام. فهنا بيستخدم الايه اليو دي بي. طيب بعد كده تبدا السيجمنتس دي تبدا تنزل في النتورك لاير. النتورك لاير تبدا تضيف على السيجمنتس دي اللوجيكال ادرس او الاي بي ادرس. فبالتالي السيجمنتس دي بتبدا تتقسم، تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها باكيتس. تمام. الباكيتس هي سيجمنتس وتضاف عليها الاي بي. طب انهي اي بي؟ عندي نوعين، السندر او السورس اي بي، تمام، والديستنيشن اي بي. يعني ايه؟ الاي بي بتاع الشخص اللي بيبعت الداتا والاي بي بتاع الشخص اللي بيستلم الداتا. تمام. يبقى السورس اي بي ده اللي هو الاي بي بتاع الشخص اللي بيبعت الداتا، الديستنيشن اي بي هو الاي بي بتاع الشخص اللي بيستلم الداتا. تمام. طيب بعد كده بيبدا الباكيتس دي تبدا تنزل هنا في الداتا لينك لاير، ودي اللي هي رقم 2. هنا بيبدا يضاف بقى الماك ادرس او الفيزيكال ادرس. ايه برضه ايه بقى الماك ادرس؟ الماك ادرس ده اللي احنا قلنا ان ده بيبقى محروق كده على النتورك انترفيس كارد. ده بيبقى موجود في الجهاز في كارت الشبكه. بيبقى مكتوب كده الماك ادرس بتاعي، بيبقى متقسم 6 اجزاء. 3 اجزاء الاولانيين دي خاصه بالشركه اللي مثلا مصنعه زي مثلا ديل اتش بي وهكذا. والثلاث اجزاء التانية دي خاصه بجهازي، وعمرك ما تلاقي جهازين ليهم نفس الماك ادرس. حلو. طيب بيبدا بقى هنا يضاف الايه؟ تبدا تضاف للباكيتس دي تبدا يضاف برضو السورس ماك ادرس والايه الديستنيشن ماك ادرس. تمام. يعني الماك ادرس بتاع الشخص اللي هيبعت والماك ادرس بتاع الشخص اللي هيستلم. تمام. وبيحصل طبعا حاجه اسمها فلو كنترول، وبعد كده بتبدا ايه؟ يحصل هنا حاجه اسمها فريم تشيك سيكونس، وهنا بيبدا يتشيك من السيكونس بتاع الفريمز. تمام. طبعا هي هنا دلوقتي بقى اسمها فريمز. تمام. طالما اتضاف لها ماك بقى اسمها ايه؟ فريمز. تمام. طيب بعد كده بتنزل لللاير اللي بعدها اللي هي الفيزيكال لاير. تبدا هنا بقى تتحول الفريمز دي ل 0 1. تمام. وسيجنالز وهكذا، وتبدا تتبعت ايا يكن بقى الطريقه اللي انا بستخدمها، وليكن بستخدم وايرلس، بستخدم مثلا هنا الفايبر، او بستخدم الايه الكبر كيبلز. تمام. طيب بعد كده الشخص او الريسيفر او الشخص اللي بيستلم بيجي له الداتا بنفس الطريقه. تمام. ايا يكن الطريقه اللي بيستخدمها. بعد كده بتطلع الكلام ده يتأكد من الماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن. بعد كده يطلع في النتورك، تبدأ تتفك الفريمز دي للباكتس. يبدأ برضو يتأكد من اللوجيكال ادرس اللي هو الاي بي، يبدأ يتأكد من الاي بي بتاع السورس والاي بي بتاع الديستنيشن ويتأكد انه تمام. تطلع الترانسبورت يبدأ يعمل ري اسمبلي. يعني ايه ري اسمبلي؟ يبدأ يشوف السيجمنتس دي زي ما انا قلت لكم كده. لو انا عندي 1 2 3 4 5 6، يبدأ يتأكد هم ماشيين صح ولا لا. لو لقى حاجة ناقصة وهو مثلا عامل تي سي بي، فبالتالي هنا في مشكله. تمام. فدي حاجه اسمها ري اسمبلي عشان يبداوا يحلوا مشكله ان هو يبقى في عندي داتا ناقصه او داتا مثلا متكرره وهكذا. بعد كده طبعا دي اللاير ستيشن بتبدا تشوف الكونكشن تمام ولا لا. بعد كده البرزنتيشن لاير يبدا يفك التشفير اللي عمله، ويبدا يفك كمان الضغط بتاع الداتا ده. بعد كده بتبدا عندي الايه الابلكيشن لاير تبدا تشوف الريبلاي ويظهر للايه الشخص التاني. تمام. في حد عنده اي مشكله في الاو اس اي؟ لا ادفع له كده معايا يعني، اتكلموا. لو حد عنده مشكلة يقول لي عادي، اعيد تاني من الاول عادي. وباشمهندس الحته اللي هي ال اس في الداتا لينك دي فايدتها ايه؟ ايه هي؟ في الداتا لينك امم حته ال اس ال اس سي يعني. ال اس دي علشان بس يعمل ايه؟ يتأكد ان هو البيانات دلوقتي دي بتتحول لفريمز، صح كده؟ الباكتس دي بتبدأ تتحول لفريمز عندي. فالفريمز دي بتتباع يعني بفلو معين، او مثلا وليكن انا ما ينفعش ابعت اكتر من مثلا من فريم في نفس الوقت. فهي بيبدأ ينظم لي الحاجة دي، بيبدأ ينظم لي والله انا عايز ابعت كام فريم في نفس الوقت وهكذا. تمام. فدي فكرة ال LLC. هي طبعا الداتا لينك بتبقى مقسومه لجزئين، اللي هو الجزء بتاع الماك ادرس وبتاع اللي هو ال LLC. يبدا هنا بقى يبدا تتحول الداتا دي لفريمز. تمام. يبدا بقى يتشيك بقى يعمل حاجه اسمها فريم تشيك سيكونس وهكذا. تمام. ال LLC دي مش حاجه واحده.
ال LLC دي جواها كذا حاجه، اللي هي الفريم تشيك سيكونس، والايه ان هو يحول لي بقى الداتا دي لفريمز نفسها. تمام. تمام. طيب اعتقد كده تمام القصه، اي صح. طب انا هعمل عليها برضو مراجعه تاني بحيث اي حد عنده اي مشكله تتحل. طيب يبقى اول حاجه قلنا بقى عندي الجهاز، بقى عندي الابلكيشن لاير. الابلكيشن لاير دي اللاير بتبقى موجوده عندي، وليكن زي البراوزر مثلا اللي عندي. يبدا ابدا مثلا، وليكن انا ببعت دلوقتي ريكوست، تمام. يبدا في البراوزر مثلا اللي عندي، فدي الابلكيشن لاير. الابلكيشن لاير اللي هو مثلا عامل زي البراوزر اللي عندي، تمام كده انا بعت الريكوست. طيب بعد كده الداتا بتاعتي دي اللي انا بعتها بتروح للبرزنتيشن لاير، تبدا يتعمل لها حاجتين: انكريبشن، يتعمل لها تشفير للداتا دي، تمام. ويبدا يعمل لها كومبريشن. كومبريشن يعني يضغط البيانات دي بحيث ان هي تبقى مساحتها اقل، تمام. بعد كده بينزل للسيشن لاير. السيشن لاير تبدا تتاكد ان الاتصال ما بين الجهازين تمام، تمام، واستبلش وكل حاجه، وتبدا مثلا وليكن حصل اي مشكله تبدا تعمل ايه دي كونكتنج تاني للاتصال ما بين الجهازين. بعد كده الداتا بتاعتي دي تروح للترانسبورت لاير. بعد كده هنا تبدا تتحول الداتا دي، شكلها بقى يبدا يتغير، تتحول لسيجمنتس، تمام. السيجمنتس دي بتبقى ليها اي دي بالشكل ده كده، ويبقى الاي دي ده كده ماشي. اي دي وليكن مثلا 1 2 3 4 5 6. بالتالي هم عاملين الاي دي ده علشان لما الجهاز التاني يستلم يبدأ يبص على الاي دي ده، لو لقى حاجة ناقصة او حاجة مثلا، لقى مثلا 1 3 على طول، يبقى يلاقي ان هو يعرف ان رقم 2 ده ناقص، فبالتالي السيجمنتس دي او الداتا دي فيها حاجة غلط، تمام. وهنا كمان بيبدأ يضاف البروتوكول المستخدم، تمام، او البروتوكول الانسب على حسب طبعا الحاجة اللي انا بعملها، اللي هو سواء تي سي بي او يو دي بي. وقلنا التي سي بي هو البروتوكول لو انا عايز ابعت بيانات كامله ولكن بياخد وقت. اليو دي بي بيستخدم في حاجات تانية، وليكن زي مثلا انا بعمل ميتنج او بعمل لايف ستريم وحاجات زي كده، فبالتالي هو بيبقى سريع جدا. يعني اي كلمه انا بقولها دلوقتي انت بتسمعها في نفس الوقت، ولكن ممكن داتا تقع منه، هو مش مهم عنده ان في بيانات تقع، المهم ان هو يبقى البيانات بتوصل في نفس الوقت، تمام. يبقى الكونكشن اورينتد ده اللي هو التي سي بي، وده بيتاكد ان الاتصال تمام ويبعت البيانات كامله. لكن كونكشن ليس اورينتد ده اللي هو اليو دي بي، وده بيدي اولويه للوقت مش للداتا، تمام. بعد كده السيجمنتس دي بتبدا تروح للنتورك لاير. النتورك لاير دي بتبدا تضيف حاجه اسمها اللوجيكال ادرس او الاي بي ادرس، تمام. بتضيف اتنين: بتضيف السورس اي بي والديستنيشن اي بي. يعني انا ما ينفعش ابعت كده رساله وخلاص، لا انا لازم يبقى معايا العنوان بتاعي من العنوان بتاعي، والعنوان كمان بتاع الايه بتاع الشخص التاني. طبعا احنا عارفين الاي بي ده اللي هو عنوان الجهاز على الانترنت، تمام، اللي هو انترنت بروتوكول، ده الاي بي، تمام. فده عنوانه على الايه، عنوانه عند على الانترنت، تمام. فببدا اضيف هنا اضيف على السيجمنتس دي السورس اي بي اللي هو الاي بي بتاعنا، والديستنيشن اي بي اللي هو بتاع الجهاز التاني. فساعتها السيجمنتس دي لما بيضاف لها اللوجيكال ادرس او الاي بي ادرس بتتحول لباكيتس، تمام. بعد كده الباكيتس دي بتبدا تروح للداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير تبدا تاخد الباكيتس دي، تروح الاول لل LLC. ال LLC تبدا تحول الباكيتس دي بقى، دي تضيف عليها كمان الماك ادرس، تمام، اللي هو بتاع الديستنيشن والسورس، تمام. او الفيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس هو برضه هو الماك ادرس، تمام. تبدا تضيف السورس ماك والديستنيشن ماك، وكمان تبدا تحول الباكيتس دي لفريمز، وتبدا تتشيك الفلو، تعمل كنترول كده على الفريمز اللي بتتبعت دي، تمام. في الثانيه، وليكن مثلا ما ينفعش انا ابعت بيانات او فريمز اكتر من اللي هي تقدر تستحمله، وتبدا تنسق الكلام كده ما بين الايه، ما بين النتورك لاير والماك ادرس. حلو.
طيب بعد كده تبدا الداتا دلوقتي هنا بقت اسمها فريمز. الفريمز هنا بتبدا تروح للفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير بتبدا تحول الفريمز دي لسيجنالز وزيرو وانز وحاجات زي كده. طبعا زيرو يعني مفيش فولت، واحد يعني في فولت. وبعد كده نشوف بقى ايه الطريقه اللي هم بيبعتوا بيها، وليكن وايرلس او فايبر او كبر كيبل. تمام. يبدا الجهاز التاني يبدا يستلم بقى يعني يكون الطريقه. بعد كده يجي هنا تبدأ الكلام ده يتفك. الفريمز دي تبدأ تتفك، يعرف يتأكد من الماك الديستنيشن بتاع الماك والسورس بتاع الماك، وتمام والله الرسالة دي جاية لي تمام. يبدأ يفك الفريمز دي. بعد كده يطلع عليه النتورك لاير. طبعا اللي بيطلعه النتورك لاير دي هي ال سي. ال سي اللي مسؤول ان هي تطلع الفريمز دي، تحولها وتفككها وكل الكلام ده وتطلعها للنتورك لاير. تمام. تبدا النتورك لاير هنا تبدا تبدا خلاص دلوقتي معايا باكيتس. تبدا تفك الباكيتس دي لسيجمنتس والاي بيز. تمام. تبدا تبص على السورس اي بي والديستنيشن اي بي، تتاكد ان هم تمام. بعد كده تبعت ايه السيجمنتس دي للترانسبورت لاير. تبدا الترانسبورت لاير تتاكد من تعمل ري اسمبلي، تتاكد ان البيانات مبعوثه كامله ما فيهاش اي مشكله، ولا مثلا فيها حاجه متكرره وهكذا. يعني وليكن مثلا لو انا باعت الداتا 1 2 3 لازم توصل لي 1 2 3. لو لقيت مثلا 1 2 2 3 تحذف الحاجه المتكرره. لو لقيت مثلا 1 3 يبقى ده معناه ان في مشكله، ان في ده سيجمنت او اي دي ناقص وهكذا. بعد كده تطلع للسيشن لاير. السيشن لاير تبدا تتاكد من الكونكشن. بعد كده تروح للبرزنتيشن. هنا السيجمنتس دي خلاص هي اصلا اتحولت لداتا دلوقتي، يعني هي دلوقتي بقى اسمها داتا. في البرزنتيشن لاير هنا الداتا دي تبدا يتعمل لها ديكريبشن وديكمبريشن. تبدا يتفك التشفير اللي كان معمول لها، ويبدا كمان يتفك الضغط اللي كان معمول لها. تمام. بعد كده توصل لي في الابلكيشن لاير اللي هو مثلا تترندر مثلا عندي في المتصفح مثلا وليكن. فكده انا عملت ايه ريسيف للريبلاي، يبقى الابلكيشن لاير بدا يجيب لي الايه الريبلاي. تمام. وهكذا. حد عنده اي مشكله؟ اعتقد شرحتها يعني، حاولت ابطأ بس الشرح عشان لو حد ايه بيكتب او حاجه. لا تمام. تمام كده. لحد عنده اي مشكله والله عيدها تالت مره عادي يعني. طيب حلو. طيب هنتكلم عن كام بروتوكول كده ان شاء الله. كام بروتوكول كده يعني مش هنطول فيه. اول حاجه هو ال DHCP. تمام. ايه هو ال DHCP؟ هو دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. وده كل فكرته ان هو بيبدا يضيف لي اي بي للجهاز اللي عايز يدخل عندي في النتورك. طب دقيقه واحده بس. تمام. عندي ال DHCP. تمام. ده بروتوكول مسؤول، وليكن مثلا زمان قبل ما يخترعوا ال DHCP ده، كان والله اي حد وليكن مثلا هنا عندي جهاز. الجهاز ده عايز يبدا يخش على النتورك. هنا ده النتورك، عايز يخش على النتورك. بالتالي كنت لازم اخش على الجهاز وانا اديله اي بي، وليكن مثلا 192.168.1 مثلا مثلا 10. تمام. لازم انا اديله انا الاي بي. تمام. طبعا كنت بديله الاي بي، وكمان كنت بديله الايه السبنت ماسك. تمام. حلو. طيب احنا طبعا قلنا برضو ان السبنت ماسك ده اللي هو بيبدأ يقول لي والله هو انهي جزء المسؤول عن اللي بيتوزع منه الشبكة. يعني وليكن مثلا انا هنا لو انا عندي هنا السبنت ماسك 255. طبعا ده على حسب الكلاس بتاع الاي بي. طبعا مش هنشرح الكلاس التاني، لو حد عنده اي مشكلة يقدر يرجع لها. تمام. طبعا 192. فبالتالي هيبقى ده السبنت ماسك بتاعه. تمام. ويبدأ يتوزع الاي بي من هنا. تمام. ماشي يبقى الثلاث ماشي. اجزاء دول هم دول الثلاث اجزاء المسؤولين عن النتورك. تمام. الجهاز الجزء او الاوكتت الاخير ده هو اللي بيبقى مسؤول عن الايه عن الهوست. تمام. طيب دي واحده. تمام. طيب الجزء بتاع اللي هو السبنت ماسك ده، السبنت ماسك ده بيبقى على حسب الكلاس. عند الاي بي بتقسم اي بي سي. تمام.
طبعا الاي من 1 لحد 26 وهكذا، من 127 لحد 192 وهكذا يعني. وبعد كده من 128 معلش. طيب بعد كده بيبدأ السبنت ماسك ده يقول لي والله على حسب الكلاس او الكلاس اللي انا بستخدمه هو هيتوزع ازاي الاجهزه. فهنا وليكن مثلا عندي هنا في السبنت ماسك ده 255 255 255، فده الجزء الثلاثه اوكتت دول بيبقوا مسؤولين عن النتورك نفسها، ولكن الاخير ده هو المسؤول عن الهوست، وهكذا بقى. تمام. فمهم يعني نرجع لموضوعنا اللي هو الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي هو كنت زمان لازم ادخل انا الاي بي للجهاز اللي عايز يدخل من النتورك. طيب راحوا قالوا لا، وليكن مثلا عندي مثلا 200 جهاز عايزين يخشوا النتورك، او 100 جهاز مثلا، اكيد مش هفضل انا كل شويه اخش ادي لكل جهاز فيهم اي بي، صح كده؟ فدي كانت الطريقه اسمها ستاتيك. في بقى طريقه تانية اللي هو بيستخدم الدي اتش سي بي، وده اللي هو دايناميك هوست كونفجريشن بروتوكول. وهنا بيبدا يحصل ايه؟ يبدا الدي اتش سي بي بروتوكول ده يبدا هو اللي يوزع الاي بي. تمام. يعني وليكن مثلا الجهاز ده بدل ما كنت انا بخش ادي له انا الاي بي، لا، هو بيبعت للدي اتش سي بي يقول له والله انا عايز ادخل النتورك وعايز اي بي. يبدا الدي اتش سي بي يعمل طبعا حاجه اسمها دوره، واتكلمنا عنها السيشن اللي فاتت. والدوره دي ان هو يبدا 4 مراحل كده، وبعدين في ال4 مراحل دول يبدا ايه؟ يديله الاي بي. تمام. طبعا ده بيوفر عليا وبيعمل عليا يعني بيعمل حاجات تانية كتير مش هنخش دلوقتي في تفاصيلها، ولكن الدي اتش سي بي بيبقى ليه مميزات كتير جدا. تمام. طبعا ده بعيد ان هو بيوفر وقت يعني. تمام. كده فهمنا الدي اتش سي بي. طيب نيجي للحاجه اللي بعدها، هي الايه؟ الارب. ادرس ريزوليوشن بروتوكول. طيب ايه الارب ده؟ والله انا دلوقتي عندي الجهاز ده وفي هنا ادي كده جهاز 2 مثلا، ايه. تمام. طيب وانا دلوقتي في الجهاز ده جهاز ايه عايز يبعت للجهاز بي، فالمفروض جهاز ايه ده ليه اي بي وليه ماك. تمام. البي ليه اي بي وليه ماك، سي ليه اي بي وليه ماك. حلو كده. طيب الجهاز ايه ده عايز يبعت للجهاز بي، لازم علشان جهاز ايه يبعت لجهاز بي لازم يبقى معاه الايه؟ الاي بي والماك. حلو. طيب دلوقتي انا جهاز ايه عايز يبعت لجهاز بي، فجهاز ايه ده مش عارف الماك بتاع جهاز بي. طيب ايه اللي يحصل هنا؟ بيحصل هنا اول حاجه بيروح الجهاز ايه ده باعت للبروتوكول اللي هو الارب ده، يبدا يقول له والله انا عايز الماك بتاع الجهاز بي. فيبدا الارب ده بيبقى عنده كاش كده، الكاش ده اللي هو زي جدول يعني كده، بيبقى عنده جدول كده هنا على جنب كده. والله الجدول ده مخزن عنده كل الايه؟ كل الاجهزه اللي عنده موجود فيها الاي بي والماك. تمام. طيب ممكن برضو يلاقي ان في جهاز مش موجود. طيب لو في جهاز مش موجود ايه اللي بيحصل؟ بعد كده الارب بروتوكول ده بيبدا يبعت ريكوست يعني كل الاجهزه اللي عندي في النتورك، يعني بيبدا يبعت للجهاز رقم الجهاز بي والجهاز سي، يبدا يبعت لهم يقول لهم والله هو مين اللي ليه الاي بي اللي هو مثلا هنا، وليكن مثلا خلينا ندي هنا اي بي مثلا 1 دوت مثلا 12. تمام. طبعا هنا 192 168 يعني، بس اختصارا يعني 1 دوت 12. فيبدا يقول له والله انا دلوقتي هل انت 1 دوت 12؟ هل انت 1 دوت 12؟ تمام. فدي طبعا حاجه اسمها برودكاست. حلو. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هل ده هيرد؟ لا، ده الاي بي بتاعه مثلا 1 دوت مثلا 14. تمام. فده مش هيرد، ده خلاص هيعمل تجاهل للايه للرساله دي. لكن اللي معاه 1 دوت 12 ده هيعمل ايه؟ هيروح رادد عليه يديله الاي بي بتاعه اللي هو ال1 دوت 12، وكمان يديله الماك. تمام. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هو ياخد الماك والاي بي ده يخزنهم هنا ويبعتهم في نفس الوقت للجهاز رقم ايه. يبقى فكره الارب بروتوكول عامه ان انا وليكن وانا ببعت رساله لجهاز، والجهاز ده انا مش عارف الماك ادرس بتاعه، فببعت للارب. الارب بيبدا يشوف الكاش الاول اللي عنده، الحاجه الاجهزه اللي عنده في الاول في الكاش عنده هنا في التيبل دي. لو لقى الجهاز ساعتها بيبعت للجهاز ايه ده الماك. ما لقاهوش ساعتها بيروح باعت رساله اسمها برودكاست لكل الاجهزه ما عدا الجهاز اللي هو عايز يبعت، ما عدا الجهاز ايه. يعني هو مش هيبعت للجهاز ايه، هو يبعت لباقي الاجهزه. حلو. يبعت لباقي الاجهزه اللي هي بي وسي مثلا، وبعد كده يقول لهم والله هو مين اللي معاه الاي بي ده. اللي هيرد بس هو اللي معاه الاي بي. اي جهاز تاني ساعتها ايه؟ هيرمي الرساله دي في الزباله، بالنسبه له مش فارقه معاه.
تمام. يبقى الارب بروتوكول هو المسؤول ان انا وليكن عايز اعرف الماك بتاع الجهاز اللي انا عايز ابعت له رساله، فساعتها بيبعت له رساله لكل الاجهزه اللي عندي في النتورك، يبدا يرجع لي الايه الاي بي والماك، يقول له مين اللي معاه الاي بي ده، فاللي يرد عليه زي بالظبط انا اخش قاعه يقول له اقول مثلا مين اللي معاه الاي دي ده، فاللي هيرد اللي معاه الاي دي بس، الباقي سمع لكن مش هيرد. نفس الفكره بالظبط. كده فهمنا الارب. طيب طيب برضو في مصطلح كده اسمه السبنتنج، كنتش انا شرحته المره اللي فاتت. السبنتنج هو بس باختصار، طبعا احنا مش هنخش في التفاصيل بتاعه السبنتنج عامه، اللي هو ازاي اقسم بقى النتورك وحاجات زي كده، لكن السبنتنج هو ان انا بيبقى عندي نتورك كبيره جدا. النتورك دي انا عايز اقسمها لكذا نتورك صغيره، يعني وليكن مثلا عندي نتورك في شركه مثلا، الشركه دي فيها قسم مثلا ال الاموال مثلا، او القسم اللي هو الماليه، ومثلا قسم اداره وهكذا. فعندي مثلا كذا قسم مثلا الاي تي، وقسم الفاينانس مثلا. فبالتالي اكيد مش هخليهم كلهم في نفس النتورك، لا انا اقسم اعمل نتورك كده صغيره لبتوع الاي تي، ونتورك تانية صغيره لبتوع مثلا بتوع مثلا الفاينانس. تمام. فالسب نتنج هو مصطلح ان هو ببدا اقسم النتورك الكبيره اللي عندي دي لمجموعه نتوركس تانية على حسب طبعا الايه الاستخدام بتاعي. تمام. طبعا السبنيتنج ده فيه حاجات كتير جدا علشان ابدا بعرف ازاي اقسم وحاجات زي كده، دي حاجات ليها علاقه بالنتورك قوي، احنا مش هنحتاجها، لكن لو انت حبيت تعرفها تقدر ايه تبحث عنها يعني وتذاكرها. تمام. طيب هنيجي برضو في بروتوكول تاني مهم جدا، آه، نيجي هنا كده، وهو الدي ان اس. دي ان اس قلنا اللي هو دومين نيم سيستم، وده سيستم مسؤول ان هو بيبدا يحول لي اي موقع، او اي مثلا اي موقع انا اديهوله زي example.com، يبدا يحوله لي للاي بي بتاعه. طيب عشان نفهم الموضوع ده، خليني كده واحده اجيب لكم صوره تكون، اعتقد هي كانت طب دي واحده. طيب ده الدي ان اس. الدي ان اس قلنا، طب خلينا بس اشرح كذا حاجه الاول. حاجه اسمها الدومين. ايه هو الدومين؟ زي اكزامبل، ماشي، دي ان اس هو اكزامبل دوت كوم مثلا، ده اسمه دومين. تمام. طيب الجزء ده بس اللي هو دوت كوم ده بس، ده كده اسمه تي ال دي. تمام. الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه تي ال دي، او توب ليفل دومين. تمام. ده طبعا بيبقى اسمه سكند ليفل دومين اكزامبل ده لوحده. حلو. طيب لو انا عندي حاجه قبل اكزامبل، يعني وليكن مثلا عندي هنا اب مثلا، اهو اب مثلا دوت اكزامبل دوت كوم، الجزء ده اسمه سب دومين. سب، هو سب من الدومين نفسه. حلو. طيب طبعا فكره السب دومين دي ان شاء الله هنعرفها قدام يعني، بس حبيت اقولها لكم برضو دلوقتي. حلو. يبقى الدوت كوم ده هو التي ال دي او التوب ليفل دومين. طيب هاجي هنا، انا دلوقتي فاتح عندي البراوزر او المتصفح اللي عندي. تمام. وبعد كده ببدا اعمل ايه؟ ببدا والله اقول له مثلا انا عايز example.com. تمام. طيب هو بيبدا يعمل ايه؟ اول ما انا اكتب له example.com، بيبدا اول حاجه يروح هنا، يروح جاي لي لحاجه اسمها الايه الريسولفر. تمام. الاول بيروح للريسولفر. الريسولفر ده بيبدا يبص عندي في الكاش، الكاش اللي هو الكاش المتخزن عنده، اللي هو وليكن مثلا زي الاي اس بي مثلا. تمام. الاي اس بي ده هو الايه، هو اللي بيبقى موفر لي النت اصلا، اللي هو مثلا زي قلنا زي شركه وي، ده بيبقى عنده كاش، بيبدا يبحث في الكاش اللي عنده ده، هو example.com ده معايا الاي بي بتاعه ولا لا. لو لقاه ساعتها بيرجعه على طول عندي في المتصفح. طب لو ما لقاهوش، ساعتها بيروح بقى ياخد الريكوست ده ويروح لحاجه اسمها ريكيرسيف. ايه ريكيرسيف؟ هنا يبدا الاكزامبل دوت كوم دي تروح لحاجه اسمها الروت سيرفر. الروت سيرفر يبدا ياخد اكزامبل دوت كوم ده، يبدا يشوف التي ال دي بتاعها اللي هو دوت كوم، يروح محولني
للتي ال دي سيرفر يبدا يرجع لي هنا دوت كوم، ودوت كوم دي اروح هنا اروح ادور مثلا التوب ليفل دومين ده بيبقى فيه مثلا دوت كوم دوت اورج دوت نت مثلا، فهو يوديني للجزء بتاع دوت كوم يقول لي دور هنا، ابدا ادور في دوت كوم ده على اللي هو الاي دي اللي فيه اكزامبل، فساعتها بيروح التوب ليفل دومين يرجع لي الاي دي يوديني على الاوثوريتيف سيرفر. الاوثوريتيف سيرفر يبدا يقول لي اكزامبل دوت كوم ده ايه الاي بي بتاعه، بس قبل ما يديني الاي بي بيبدا يتشيك اصلا هل انا ليا صلاحيه ان انا اخش على الموقع ده ولا لا. لو لقى ان انا ليا صلاحيه فساعتها بيروح واخد الاي بي يبعته للريسولفر، الريسولفر يبدا يخزن عنده الاي بي ده في الكاش، بعد كده يبعته لي عندي في الايه، عندي في المتصفح، فيفتح معايا الايه، يفتح معايا الموقع. طيب هو ممكن اديكم مثال على كده اللي هو ايه، عامل زي بالظبط الفون بوك قصدي الفون بوك اللي عندي في الايه، اللي عندنا في الجهاز، زي ايه، زي جهات الاتصال كده. انا وليكن مثلا بفتح جهات الاتصال وليكن بدور على احمد علشان عايز ارن عليه، هل انا لما ادور على احمد هل انا برن على الاسم بتاع احمد نفسه ولا برن على الرقم بتاع احمد اللي مربوط بالاسم؟ برن على الرقم. فبالتالي هي نفس الفكره بالظبط، انا بخش على example.com هي بالظبط عامله زي احمد، الاي بي ده عامل زي رقم احمد، فانا ببقى في الاصل عايز ارن على الرقم نفسه. تمام، لكن انا طبعا مش هفضل احفظ كل الارقام، فبالتالي عملوا الدي ان اس بدل ما احفظ الاي بي بتاع كل موقع انا عايز ادخل عليه، لا انا هكتب هيومن ريدابل عادي او حاجه انا اقدر احفظها زي example.com مثلا اللي هو facebook.com google.com وهكذا، اقدر انا احفظها بسهوله. تمام، اول ما انا ادخلها هي بتروح ايه، تروح تمر بالعمليه دي، ومسؤول عنها الدي ان اس يبدا يحول لي كل الكلام ده او example.com وكل الكلام ده للاي بي ويبدا يرجع لي الاي بي. تمام، كده فهمنا الجزء ده. ايه الفرق بين الدومين واليو ار ال؟ تمام، هو دي مش يعني مش عليكم دلوقتي، لكن احنا ممكن نقولها سريعا بس. الدومين هو example.com، لكن اليو ار ال ده بيبقى بيتكون من حاجات كتير قوي، حاجه اسمها سكيما وحاجه اسمها بورت والدومين نفسه وكذا حاجه بيبقى بالشكل ده كده. بيبقى عندي اليو ار ال بيبقى متكون كده HTTP مثلا او HTTPS نقطتين كده بيبقى سلاش سلاش، دي بيبقى اسمها سكيما. تمام، او بروتوكول، يعني احنا بنقول عليها بروتوكول لكن هنا بيبقى اسمها سكيما. حلو، وهنا بعد كده مثلا example اهو example.com، بعدين نقطتين هنا يبدأ مثلا يديني مثلا البورت مثلا هنا 443، وعايز اديكم بس معلومة كده ممكن تبحثوا عنها، ان انا هنا مش بكتب 443 لان هو ده الديفولت بورت بتاع ال HTTPS، لكن انا ممكن اغير البورت ده واخليه مثلا 443 مثلا 3 مثلا اي حاجة، اغيره مثلا 80 80 ايا يكن. تمام، طبعا الجزء ده ابحثوا انتوا عنه انا مش هقوله. بعد كده بلاقي هنا سلاش، هنا يبدأ يديني مثلا هنا باص وليكن مثلا index دوت بي اتش بي مثلا اي حاجه. تمام، بعد كده بلاقي سلاش، بعدين بلاقي علامه استفهام مثلا اي دي ايكوال واحد مثلا، فده كله كده ده شكل اليو ار ال، لكن الدومين هو example.com بس. تمام، فالدومين اليو ار ال ده بيكون من كذا حاجه، دي حاجه مثلا اسمها كويري، وان شاء الله هنشرح اليو ار ال ده بالتفصيل قدام ان شاء الله في الويب بيسكس، ان شاء الله هنشرح اليو ار ال وكل حاجه فيه، يعني ايه ده وايه البورت وايه كل الكلام ده هنشرحه ما تقلقوش يعني. تمام، لكن ده ليه شكله، ده حاجة غير دي خالص. تمام، طيب اعتقد كده يعني لمينا الحاجات الأساسية، دي الحاجات الأساسية اللي انا محتاجكم تبقوا عارفينها في النتورك. طبعا دي مش كل النتورك، زي ما قلت لكم احنا مش بنشرح نتورك او شهادة معينة زي مثلا نتورك بلس ولا CCNA، احنا بس بنشرح الحاجات اللي احنا هنحتاجها في البوك باونتي. تمام، او في الويب تيستنج عامه يعني. فالحاجات اللي احنا محتاجينها هي بس اللي احنا شرحناها، وهي الحاجات اللي احنا ركزنا عليها، اللي هو انا مثلا بذاكر حاجه معينه، بعد كده همر بمصطلحات كتير، انا المصطلحات دي هي مصطلحات في النتورك، فلو انا مش فاهم اجزاء كده معينه في النتورك ساعتها مش هقدر افهم المصطلحات دي. تمام، فعشان نبقى على درايه باللي بيحصل في النتورك عندنا. تمام، هل في اي حد عنده اي مشكله في اي حاجه في النتورك، او اي حد عنده اي سؤال عامه؟
طبعا انا النتورك تقدروا لو حد بقى يعني هو شايف ان المجال بتاع النتورك عاجبه او هكذا، يبدا بعد كده يبحث بقى عن شهادات زي سي سي ان اي او نتورك بلس، يبدا يذاكرها كامله بقى بتفاصيل اكتر بكتير يعني. تمام. لكن لو حد هو عايز يكمل لسه في الباك باونتي وهكذا او في البن تيستنج كويب بن تيستنج، فساعتها خلاص مش مهم دلوقتي خالص انت تاخد سي سي ان اي او نتورك بلس. هو لحد دلوقتي لو انت ماشي معانا وفاهم كل اللي احنا قلناه في السيشن زي النهارده والسيشنز اللي فاتت، فانت كده تمام. اتفضل يا احمد. طيب. طب تقدر تسأل هنا طيب لو عندك سؤال. الدوت كوم او التي ال دي عامة هو بيتقسم جزئين. تمام. في حاجة زي اللي هي دوت كوم ودوت اورج ودوت نت وهكذا، وكل حاجة من دوت كوم ودوت اورج يعني وليكن مثلا لو انا عندي اورجانيزيشن، فبالتالي مش هينفع اديها دوت كوم، لا انا هديها دوت اورج. تمام. يعني هي بتبقى شوية تصنيفات بس عشان يعني مثلا الدومين عندي بيبدأ يتصنف كده كذا حاجة. تمام. فبالتالي هو بيديله التي ال دي على حسب التصنيفة بتاعته، على اساس هو اصلا تبع ايه هو الدومين ده او اللي عايز يشتري الدومين. فهمت. طبعا بقى وممكن تلاقي حاجة تانية خالص غير دوت كوم اصلا ودوت اورج ودوت نت وحاجات زي كده، هتلاقي بقى حاجات زي الايه، آه، دوت، وتلاقي مثلا سي او دوت تقريبا يو كي او حاجه زي كده، وهنا بيبدا يدل بقى على على الدوله. تمام. هي تقريبا بريطانيا. عندك مثلا تلاقي مثلا حاجه دوت اس اي. ف دوت اس اي ده يعني ايه؟ يعني هي تبع السعوديه، ودي غالبا بتبقى حاجات ليها علاقه لو هي مثلا حاجه ليها علاقه بالسعوديه مثلا بس، وهكذا. طبعا بيبقى برضه عندك دوت اي دي يو مثلا، دي بنشوفها على طول في اي حاجه ليها علاقه بمثلا اكونتات جامعه او اي حاجه ليها علاقه بالجامعات او اي حاجه ليها علاقه بالاديوكيشن عامه. ايوه بالظبط، زي دوت اي دي يو ده education. دوت اي جي مثلا ده اللي يبقى الاديوكيشن، وده تبع كمان حاجه في مصر، وهكذا. تمام. ففكره التي ال دي اللي هو بيبدا يصنف لي الحاجه اللي انا شغال عليها دي هي تبع ايه اصلا. فهمت. بس بيبقى ليها تصنيف كتير يعني. وغالبا دوت كوم ده اعتقد لو حاجه يعني تجاريه. اورج دي منظمات education. عندك جوف تقريبا دي لو حاجة حكومية، حاجات زي كده. وفي حاجات بتبقى حاجة اسمها جي تي ال دي. الجي تي ال دي اللي هي بتبقى حاجات جنرال كده، تلاقي مثلا دوت اب دوت ديف حاجات كده. دي حاجات جنرال يعني بتبقى معمولة لغرض معين. دي اللي هي ظهرت يعني بنشوفها كتير يعني دلوقتي. واللي هو بتاع الدول ده، لو انت حبيت يعني تبحث عن الموضوع اكتر، فده بيبقى اسمه سي سي تي ال دي او كانتري كود توب ليفل دومين. تمام. ده اللي هو بتلاقي مثلا دوت اس اي دوت اي جي وهكذا.
هتلاقيها مثلا اعتقد في الاي تي اي برضو، حاجات زي كده، اي حاجه حكوميه هنلاقي فيها دوت جوفرمنت اعتقد يعني اختصار. طيب هل في اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه تانية؟ طبعا السيشن ما خلصتش بس عشان ما حدش يجي يعني. لسه عندنا كده شويه اسئله كده، نشوف بقى الناس اللي ذاكرت الناس اللي ما ذاكرتش الدنيا دي. ندخل لهم يعني يا باشمهندس في الحاجات اللي فيها اه حماس. بالظبط كده، يلا دوس يا باشا. خلاص خلاص ماشي ماشي. وفي اكشن النهارده حلو يعني، المفروض هو داخل دلوقتي يعتبر خلاص. بص هو احنا اللي هنعمله دلوقتي، ما علينا. احنا المفروض دلوقتي بما اننا بقى احنا عملنا ريكاب كده على النتورك تاني. خلصنا النتورك خلاص كده الحمد لله. المفروض احنا الفترة الجاية ان شاء الله هندخل على لينكس ماشي وهندخل على كام حاجة تانيين. فاحنا ايه، ما بيننا خلاص خلصنا النتورك، خلصنا النظري المقرف بقى بتاعه، وخلصنا كل الحاجات دي. فعايزين بقى نبتدي اللي هو ايه، احنا ممكن نبتدي بقى النتورك ازاي بجد بقى، ان احنا نجيب ريل سيناريوز كده وايه، ونبتدي بقى نحاول نفكر بالنتورك بتاعنا ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده. فانا طبعا بالنسبة للكويز اللي فات او الكويز اللي فات، في ناس كانت غلطت في أسئلة. يعني هو سؤال كان سؤال عبيط قوي، كان سؤال اللي هو بتاع اللود بالانسر ماشي. فاللود بالانسر معرفش ليه كله غلط فيه، مع ان هو السؤال كان سهل جدا. ف يعني حد لو موجودين دول دلوقتي من اللي غلط في السؤال ده، يقول لي هل المشكلة كانت معاه في فهم السؤال، ولا المشكلة في المعلومة؟ عشان لو في المعلومة نعدلها، أما لو في فهم السؤال فيبقى مش مشكلة عادي. يعني لو غلطت في فهم السؤال عادي يبقى مش مشكلة. مش عارف بقى حد من اللي غلط كده يعني يفتح لي كده المايك ويقول لي ايه اللي حصل يعني. مش معقول اكيد ال 29 دول واحد محدش امتحن وغلط في السؤال ده يعني. ايه يا جماعة، مالي حاسس انا بتكلم مع جثث ليه كده؟ افتحوا المايك عادي اتكلموا. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عايشين طيب؟ والسؤال اصلا كان ايه؟ كان في سؤال كده في الكويز كده اللي هو بتاع السيشن اللي فاتت. عملنا فيه سؤال كده، كان آخر سؤال بيقول إن أنا عندي دلوقتي راجل بتاع اي تي، وكان بيحاول اللي هو عنده الشبكة كبيرة جدا وحاول يقسمها، فدي تبقى إيه الجهاز المسؤول عن كده؟ فكانت الإجابة لود بالانسر. فمعرفش الناس قامت حلها مش عارف، حاجات غريبة كده معرفش حلوها إيه يعني، بس كلها حاجات غلط. وانا غلطت بس في حته السبميت، مش عارف بس السؤال حضرتك كان عامل ايه. ماشي. طب هو انتوا السبنتنج فعلا كله هو تقريبا ما فيش حد جاب 10 غير واحد او اتنين تقريبا، ودول اكيد عشان عارفين السبنتنج فده طبيعي. بس هل بقى السبنتنج دلوقتي الدنيا وضحت فيه، ولا عايزين حاجة معينة فيه مثلا؟ عشان بس احنا بنقفل كل حاجة دلوقتي عشان هندخل بقى على الأسئلة. بس خلاص، هو لو ما حدش عنده إجابة أنا معرفش، أنا حاسس إن انتوا جثث. لو حد مش عطلان معاه حاجة خلاص يبقى فل. بس أنا عشان ممكن قبل. تبعت لهم السؤال، ابعت لهم السؤال في الشات، ابعت لهم السؤال في الشات علشان في ناس مش مجمعة في السؤال. طيب ماشي ماشي، هبعتهولهم دلوقتي ثانية واحدة. عشان أنا بس لقيت كمان حتى يعني ناس كتيرة سألتني عليه، فأنا قلت لهم إن أنا هجاوب عليها في السيشن، ومعرفش هما فين دلوقتي برضه مختفيين يعني. أنا بكلم نفسي حاليا. ثانية واحدة، هبعتهولكوا طيب في الشات كده وشوفوا كانت المشكلة في إيه. ثانية. هي تقريبا الناس كتبت في الشات يعني، أنا هقرا الشات دلوقتي، بس هوريكوا الحاجة كانت معمولة إزاي.
يعني دي كانت إجابة إيه؟ بعمله لكم كوبي، ودي كانت إجابة بي. جماعة يعني زي ما بقول لكم في ناس ما شاء الله كانت يعني عندها صراحة حلوة، وأنا الصراحة بحترم الناس الصريحة، وقالت لي السؤال ده أنا مش عارفاه الصراحة بأمانة، وشفت شات جي بي تي، فدي ناس محترمة، وده أنا هساعده. يعني أنا بالعكس، أنا مش معنى إن هو قال لي كده فأنا هتضايق منه، بالعكس خالص، هو كده راجل صريح وبيقول لي كده أنا مش فاهم، فده عادي، أنا مش هتقبلها بحاجة وحشة، بالعكس هساعدك، أقول لك طب إيه المشكلة اللي وقفت معاك يا ما حسيتش ليه أنت فهمتها بس. نبعتها لك انستابية يا محمد، عينينا بس كده. هو ده السؤال، انا بعته في الشات، اقروه كده طيب. هو المفروض ان احنا دلوقتي 28 واحد، وانا هجيب اسئله، فمنظر ان انتوا عاملينه ده مش هينفع، عشان كده كله هيفتح مايكات ويتكلم دلوقتي، فافتحوا من دلوقتي بقى، ناقشوني في السؤال ده، او تشات، يعني حتى تشات. ما هو ماشي، انا بسأل بقى الاجابه ايه، انتوا شايفينها ايه، انت شايفاها ايه من دلوقتي؟ ده السؤال ده ناس كتير قوي. عامة هي ايه؟ سبنتنج، هي سبنتنج عامة يعني. ليه بقى سبنتنج؟ هو مثلا زي ما محمد المشمس النهارده شرح إن السبنتنج دوت إحنا بنقسم الشبكة لشبكات صغيرة تانية، وده معنى السؤال باختصار يعني. اه بالظبط، هو ما هو السؤال انا حطيته كده بس، ما اعرفش تقريبا مفيش غير 3 4 بس اللي حلوه صح، الباقي كله حله غلط، حله نات تقريبا يعني. ثانية اشوف الاجابات تقريبا كله هعملها ايه. او واحد من اللي جاب 9 اهو. طيب اه نات، الناس يعني حلها نات. هم معظمهم حللها نات. اه طب نفهم الاول ايه هي اصلا النات، حد عارف ايه هي النات؟ هي كده في سؤال على النات، فاللي مش عارف نات يقول دلوقتي عشان نشرحه تاني. بالظبط. حد هو في سؤال من اللي موجودين دلوقتي نات. حد فاهم ايه هو النات يقدر يشرحه دلوقتي ولا مش عارفينه؟ حلو. ماشي، في حد اهو، ايوه ما شاء اه الله كويس. تمام حلو طيب هو انا ماشي شايف ان في ناس برضو مش كويس. فاهمة، فاحنا ممكن تعيد لهم يا ماشي باشمهندس كده النات تاني، طيب عشان انا بس الاول بس اشوف السؤال بس حد فيه ما رفع إيمانات. ايده. اللي رفع ماشي. ايده يفتح المايك اهو. تمام ماشي افتحوا المايك اللي عمل مين اللي يرفع ايده. ماشي افتح يا اسراء المايك. مهندس أنا فاهمة النت. تمام انا عايز حد يفهمنا ايه هو النات. مش النت دوت حاجة يعني. تمام. أنا دلوقتي مثلا اتفضل. هتكلم ولا حد تاني يجاوب؟ ماشي اتفضل. تمام. أنا فاهمة يعني بطريقة الفيرتشوال ماشين. مثلا دلوقتي عندي الفيرتشوال ماشين بتاعتي عايزة أوصلها بالنت. تمام. المفروض إن هي تاخد أي بي من الويندوز اللي عندي، مش من الراوتر اللي بره. يعني الشبكة وهمية جوه مع الفيرتشوال ماشين، وهي تاخد مني شبكة. تمام. لكن الويندوز بتاعي هو بيبقى متوصل بالديفولت بالراوتر. الفرق ما بينها وما بين حاجة اسمها بيتشد إن الفيرتشوال ماشين بتاخد أي بي من الراوتر اللي بره. تمام هي دي صح، بس هو في حاجة تانية برضه. طب يا باشمهندس دلوقتي لما تمام. وأنا عملوا اي بي فاهمك بس. فيرجن 4، لما عملوا اي بي فيرجن 4 طبعا اه العدد بتاع الاي بيهات مش هيكفي العالم كله يعني، فعملوا عشان كده النت. تمام. م. وديت عملت خلت يعتبر كل ناس تخش كأنها باي بي واحد وهمي، كأنهم عيلة كده مع بعض. فكده بقى مثلا كل أسرة داخلة يعتبر باي بي واحد دوت. كانت مرحلة النت ديت مرحلة مؤقتة لحد ما يعملوا الاي بي فيرجن 6. بالظبط ده اللي انا فاهمه. بالظبط صح. طيب اللي فاتح بس المايك يقفله. طب اتفضل يا اسراء، والباقي يقفل المايك. ما فيش، كنت هقول بس عامة إن النت يعني مسؤول عن تحويل البرايفت اي بي للبابليك اي بي والعكس بس. بالظبط. طيب ممكن اعرف ايه؟ تمام السبنيتنج هو ان انا ابدا لو انا عندي نتورك كبيره ببدا اقسمها لكذا نتورك صغيره،
وببدا اقسمهم. يعني وليكن مثلا عندي نتورك، وانا دلوقتي في شركه، النتورك دي والله فيها قسم مثلا الاي تي وقسم مثلا الفاينانس. فاكيد انا مش عايز قسم الاي تي يبقى في نفس النتورك اللي فيه الناس بتوع القسم الفاينانس. فببدا اعمل سبنيتنج للنتورك، ابدا اقسم النتورك دي لكذا نتورك صغيره. تمام. فاخلي نتورك لقسم الاي تي، ونتورك تانية لقسم الفاينانس، وهكذا. ده السبنيتنج. تمام. طيب بالنسبه للنات، ف الحاجتين صح. تمام. سواء اللي هو النات اللي انا بستخدمه في فيرتشوال ماشين، فدي برضو صح. هشرحها لكم برضو دلوقتي، ولكن خلينا نفهم اصلا ليه النات في الاول عملوها. احنا عندنا نوعين من الاي بي، عندنا البرايفت اي بي والبابليك اي بي. زي ما قلنا البابليك اي بي ده طبعا اي بي فيرجن 4 العدد بتاعه ما بقاش يكفي عدد الاجهزه اللي موجوده عندنا حاليا او المتصله بالانترنت دلوقتي. فبالتالي عملوا حاجه اسمها ايه؟ برايفت اي بي. طب ايه بقى البرايفت اي بي؟ وليكن انت بتروح لشركه وي، انا دلوقتي رايح لشركه وي بقول لها والله انا عايز اركب راوتر عندي في البيت. تمام. فهي عشان تديني راوتر لازم تدي لي اي بي. طب هي بتديني انهي اي بي؟ اي بي بابليك. يعني ايه اي بي بابليك؟ يعني ده الاي بي بتاع الشبكه بتاعتي كلها. تمام. طيب هنا بقى يجي دور النات. دور النت هنا ان هي تعمل ايه؟ دلوقتي انا البرايفت اي بي اللي انا خدته من، قصدي البابليك اي بي اللي انا خدته من شركه وي ده، بيبدا يتقسم عندي جوه في النتورك بتاعتي. يبدا يتقسم لكل الاجهزه اللي عندي. يعني وليكن مثلا عندي اي بي دلوقتي اللي انا واخده من شركه وي، انا واخد اي بي واحد. وليكن مثلا وانا عندي في البيت 5 اجهزه، ببدا اوصل ال5 اجهزه بالراوتر عادي، كل واحد فيهم معاه اي بي. الاجهزه في البيت عندي اللي واخده اي بي ده بيبقى برايفت اي بي. يعني ده مش الاي بي الحقيقي اللي بيستخدم في الانترنت، لا، هو ده اي بي بس هما بيستخدموه. بعد كده يجي هنا دور النات. وليكن انا عايز ابعت رساله من جهازي لجهاز مثلا محمد، ومحمد ده في محافظه تانية. حلو. فعلشان اقدر ابعت رساله من جهاز بره، من جهازي اللي هو في نتورك وجهاز تاني بره النتورك، فبالتالي انا بستخدم حاجه النات دي بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تحول لي البرايفت اي بي اللي انا واخده للبابليك اي بي اللي انا واخده من شركه وي. بعد كده يبدا بقى الداتا تتبعت بالايه؟ بالبابليك اي بي ده. يعني فكره النات ان هي تاخد لي البرايفت اي بي بتاعي، تحوله للبابليك اي بي. طيب دلوقتي جه محمد عايز يبعت لي رساله، بيبعتها لي على انهي اي بي؟ بيبعتها لي على الاي بي بتاع الايه؟ البابليك اللي هو انا واخده من شركه وي. بعد كده تيجي دور النات تحول الاي بي البابليك للاي بي البرايفت، وتبدا توديه للجهاز بالظبط اللي محمد قصده يبعت له الرساله، اللي هو مثلا جهازي. تمام. طيب بالنسبه بقى للفيرتشوال ماشين، طبعا احنا لو جينا على الفيرتشوال ماشين، مثلا هنا في ام وير مثلا، او ايا يكون فيرتشوال بوكس اي حاجه. تمام. لو جينا هنا هنا كده، جينا في السيتنج، هتلاقي هنا النتورك ادابتر اهو. هنا هنلاقي هنا النتورك ادابتر نات، وهنلاقي برضه حاجه تانية اسمها بريدجت. طب ايه بقى الفرق؟ الفرق ان لو انا خليتها نات، فساعتها هو بياخد الاي بي من ايه؟ من الجهاز بتاع الويندوز. يعني كاني بالظبط كده عندي الاي بي اللي هو البابليك اللي انا واخده من وي، وعندي الاي بي بتاع الجهاز اللي هو البرايفت اي بي بتاع الويندوز بتاعي. تمام. اللي هو بتاع اللابتوب بتاعي. الفي ام وير هيدي لينكس اي بي من الاي بي بتاع الايه؟ يعني هيعتبر الاي بي البابليك هو الاي بي بتاع الويندوز. تمام. طب البريدجد لا، البريدجد لا، انا بقول لينكس خد اي بي من الراوتر على طول زيك زي الويندوز. تمام. يعني انا دلوقتي لو انا فتحت كده النت وعملت اي اف كونفيج، تمام، هلاقي ان الاي بي مختلف خالص عن الاي بي اللي واخده الويندوز. لكن لو عملت بريدجد لا، هلاقيه في نفس النتورك عادي. فهمنا النقطه دي؟ الاتنين صح عامه يعني. حلو كده، فهمنا النت؟ ولا لسه في اي حد عنده اي مشكله؟ حد ما فهمش يقول عادي. ماشي، اتفضل يا احمد. هو دلوقتي النت ده بيحول البابليك لبرايفت، تمام. والعكس برضه عادي. تمام. هو ازاي بقى هو بيوفر اي بيهات؟ يعني ما هو كده كده كل اجهزه هتاخد اي بي، ما كده هو يعتبر. ما هو هنا الاي بي ده بيبدأ هو بقى يتوسع او يتجزأ لاي بيهات كتير جدا. تمام. لكن هم في الاخر بيتحولوا للاي بي الاساسي اللي هو البابليك اي بي. فاهم؟ يعني كأنها بالظبط اي بيهات وهمية كده، هي مش موجودة. تمام. هي بس واخدة زي كده زي ما تقول مثلا، اديك مثلا مثال، زي ما تقول كده واخدة واصلة من الاي بي الاساسي. تمام. لكن هل الرساله اللي انا ببعتها لشخص تاني بره النتورك بتتبعت بالاي بي البرايفت؟ لا، هي بتتبعت بالبابليك. يعني انا بكل الاجهزه اللي عندي في البيت دي لما بتبعت رساله،
بتبعت من نفس الاي بي اللي هو الاي بي اللي هو البابليك اي بي. فهمتني؟ تمام. طب مثلا لو مثلا جهاز في شبكة وجهاز تاني في شبكة تانية، اه هو بيبعت بالبابليك، ده بيبعت بالبابليك وده بيستلم بالبابليك، يعني حلو. الاتنين بيوصلوا مم. بيه. حلو. ازاي بقى الجهاز اللي هو بيبعت يعني انا محدد مثلا جهاز معين في الشبكة التانية، ما هو كده مثلا هيبعت البابليك الاي بي، مش يعني مش هيعرف الجهاز اللي هو يعني مثلا الاي بي وهمي بتاع الجهاز اللي موجود في الشبكة التانية. ما هو فاهمني؟ ما زي ما انا قلت لك، هو بيبقى متقسم بطريقه معينه، هو بيبقى عارف كل الاجهزه. يعني وليكن مثلا الاي بي اللي هو البابليك اي بي ده بيبقى تحته كذا برايفت اي بي، صح كده؟ هو بيبقى عارف البرايفت اي بي ده هو مثلا اللي بعت الرساله دلوقتي او هو اللي رايح له رساله. طب بيعرفها ازاي؟ بيعرفها بان هو بيبقى ليه تقسيمه معينه، هو معمول له كونفيجريشن معينه في الراوتر، هي دي بتقول له والله الجهاز ده اللي رايحه له الرساله، او الجهاز ده هو اللي بيبعت الرساله. فاهمني؟ تمام. طيب بصوا يا باشمهندسين، طبعا زي ما قلت لكم باننا احنا خلصنا باننا احنا خلصنا النتورك. انا عارف ان لسه لحد دلوقتي الناس ممكن تبقى فهمها لحد دلوقتي مش قد كده. طيب هل الموضوع كده خلاص انا مش هفهم نتورك؟ لا، هنفهم نتورك بالعكس اكتر دلوقتي. ليه؟ لان انا دلوقتي هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنجيب سيناريوز. حلو. السيناريوز دي انا عايزك تاخد التفكير بتاعها بالراحه خالص، وعايزك تبتدي تفكر انت ممكن تستعمل ايه في النتورك. ماشي؟ فانا هفتح لكم دلوقتي سكرين شير. حلو. وهو في تو سيناريوز دلوقتي انا عايزكم تفكروا فيهم، واقعدوا كده، هنقعد 3 دقايق كده، وكل واحد يبدأ ايه يناقشني في السؤال. ماشي؟ طيب هبعت لكم التو سيناريوز دلوقتي على الشات. اوكي؟ مش عارف، حاسس الفورمات تقريبا مش حلو قوي في البتاع، فتحبوا اعمله لكم في وورد احسن تقروه من الوورد عشان تبقى الموضوع اريح شويه. حاسس هو مش احسن حاجه. طيب مش هعمله لكم وورد احسن عشان الشات حاسه مش حلو قوي. ابتدوا كده اقروا في السؤال عقبال لما انا احطه لكم في وورد يعني. خدوا وقتكم يا جماعة عشان الأسئلة دي حاجات فعلا الناس بتفكر فيها، مش مجرد سؤال نظري كده. اللي بنعمله ده دلوقتي ده سيناريو كامل. برضه باقي سنة آخر واحد. ماشي، أنا بجهزها لكم، بس حاولوا اقروها بس من هنا دلوقتي لحد ما أظبط الفورمات. طيب أنا هبعتها لكم في الشات يا شباب، وأنتوا تبقوا بصوا في الجنرال شات في الواتساب. ماشي؟
هبعتها لكم وورد عشان الموضوع يبقى ألطف شوية. بس محدش يقول أي إجابات دلوقتي، فكر براحتك، واحنا كده كده كله لازم هيفتح مايك ده مبدئيا، فجهزوا المايكات يعني جهزوا الدنيا عندكم عشان انا هفتح واناقشك. ماشي؟ الوورد خلاص اتبعت على الواتساب في الجنرال شات. شباب، لو السؤال بالانجلش انت مش فاهمه، عشان أنا الكويز المره اللي فاتت اظن ان الناس حلته عشان هي مش فاهمه انجلش كويس، ف عادي يعني ترجم السؤال، ولو في سؤال مش فاهمه ابعت في الشات انا مش فاهم سؤال كذا وانا هفهمه لك يعني.
طيب يا شباب، حد خلص ولا لسه؟ لو حد خلص يقدر يرفع ايده كده نسمع الإجابة بتاعته. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب ثانية واحدة عشان ايه في بس مشاكل. اوكي ماشي. طيب بالنسبة لأول أول سيناريو، تمام. هو بس ايه في كذا حاجة كده فيه، تمام. ان هو مثلا اليوزر مش عارف مش عارف يأكسس على موقع، تمام. هو مبدئيا هو مش ما ينفعش يأكسس على موقع وهو بيستخدم برايفت اي بي، لازم يستخدم بابليك اي بي ده اولا، تمام. ثانيا في حتة ان انت لما بتبنج على موقع معين فبيظهر لك ان هو الموقع ده شغال، فوق البنج لوحده مش كفاية، تمام. البنج بس بيقول لك ان الموقع ده او السيرفر نفسه عايش، فاهمني. بس هل السيرفيس نفسها شغالة؟ هل الريكوست بتاع ال HTTP بيرجع؟ فاهمني ان في اكتر من حاجة، تمام. ايه تاني؟ تقريبا بس كده. في حته ال HTTP، ان انت بس تتاكد ان الموقع نفسه شغال، او في حته التول اللي انت تستخدمها عشان تتاكد نفسه ان الموقع شغال او البروسيس نفسها ماشيه صح. ممكن بس تستخدم حاجه زي NS لوك اب مثلا عشان بس تتاكد ان ال DNS شغال صح، ان هو بيحول فعلا الدومين للاي بي. اتمنى اكون عرفت يعني ايه اقول طب الاجابه بالنسبة الصح. يعني لو في حاجه لتالت انا ما سؤال، عرفتش اوضحها، يعني ايه، قول لي الحته دي اديني فيها ديتيلز اكتر، عشان بس ايه بالنسبة ساعات انا لتالت بس جزء، عارف انا اقول ايه. تالت اللي هو جزء ايه بالظبط؟ اللي هو دلوقتي انت قلت ان مش ضروري ان البنج يقول لي هل الموقع ده شغال ولا لا، صح كده؟ اوكي حلو. بالظبط. طب انا دلوقتي عايز اعرف ايه المشكله، يعني ايه المشكله اللي خلت الموقع ده مش راضي يشتغل اصلا. ممكن نستخدم فيها تريس روت مثلا، ان احنا بنتتبع الكونكشن نفسه ونعرف ممكن ايه المشكله في النص. ده اعتقد يعني. طيب تمام، دي حته مش متاكد منها بصراحه، تمام بس اعتقد يعني. انا مش هقول بس الاجابه الصح دلوقتي، تمام، انا اسمع من كله بعدين قولي الاجابه الصح في الاخر يعني. تمام، اتفضل يا يوسف. ماشي. تمام، شكرا جدا ليك. السلام عليكم يا هندسة. وعليكم السلام. أنا هبدأ من الأول ولا من اه اللي هو؟ من الاول طيب، خلاص. هو أول حاجة اللي هو إذا successful ping enough، هو لأ. ليه؟ لأن البنج بيستخدم ICMP ده بتشتغل في لاير 3 في النتورك، وأنا عشان أعرف الويب سايت كسيرفيس نفسها شغالة ولا لأ دي تبع اللاير 7 اللي هي في الابلكيشن تبع ال HTTP وال HTTPS. فلو هي مش شغالة هيبقى السيرفر نفسه شغال بس الويب سايت، يعني السيرفر هيرد بس الويب سايت نفسه كسيرفيس مش هتشتغل. رقم 2 هو بيقول لي وات اذر كوماند لاين 2، دي هتبقى ال NS لوك اب او ديج، لان دول بيشوف ال DNS وبيشوف الاي بي ده معمول ريسولف لمين والكلام ده. تالت واحدة اللي هي السنس بينج كونكتيفيتي ورك بس ال HTTP لا، هو هنا بيسأل عن الديفايس، فاحتمال كبير تكون الفاير وول. لو مش الفاير وول احتمال السيرفيس نفسها تبقى متوقفة، كان يعني مفيش اصلا سيرفيس ان الويب سايت ده مش شغاله ولا لا. ولو الاثنين دول مش شغالين ممكن يكون البورت نفسه الرقم بتاعه متغير. يعني احنا طبيعي ان ال HTTP 80 وال HTTPS 443، فلو ممكن اي واحد منهم مثلا يكون اي رقم غير، فالبراوزر مش عارف ان هو ده، او النتورك نفسها مش عارف ان وانا بطلب السيرفيس دي على بورت كذا، فهضطر ان انا اديها لها اكسبليسيت اللي هو هكتب له عن الكولون دي وهحدد له البورت تايب. طيب جميل جدا، شكرا. اتفضل يا احمد صقر. طيب، هو باشمهندس يوسف تقريبا قال كل الحاجات اللي انا عايزها، اللي انا كنت هقولها يعني. ناقص بس نقطة آخر حتة، هو ليه ال HTTP سيرفر ما اشتغلش أو السيرفيس ما اشتغلش. ف يعني تحليل الموضوع ممكن يكون احنا قلنا السيرفر ممكن تكون واقعة، فده بسبب اللي مثلا ما عنديش لود بالانسر. فلو عملت لود بالانسر في البتاع هيقلل الترافيك على السيرفر الخاص بالسيرفيس دي، فممكن البتاع يشتغل. ده اللي كنت عايز أضيفه بس. تمام.
طيب مين تاني رافع ايده؟ تمام، اتفضل يا هانيا. تمام، هو انا كنت هقول نفس الكلام برضو، ان هو عشان يعني طبعا البينج مش هيكون كفاية، علشان هو يعني شاف الويب سايت نفسه هو active، بس هو ممكن يكون في حاجة منع ان احنا نتوصل بيه، مثلا زي الفايروول. وتاني حاجة اللي هي الكوماند لاين دول هيكون ال NS lookup او الديج. تمام. طب هل في حد تاني عنده إجابة أو عنده أي إضافة؟ تمام، اتفضل يا أحمد. ايوه يعني جاوبوا يا شباب. عامة عايز بس اضيف حاجة بس قبل ما تتكلم يا احمد. خلي بالكوا، انا زي ما قلت لكوا احنا بنركز مع الناس اللي هي عايزة تجاوب معانا، بتتفاعل، بتinteract، لان الناس دي زي ما انا بقول برضو انا لسه متأكد منهم، وعارف برضو لسه لحد دلوقتي الناس دي لسه مكملة. فانا دي تحية تاني مني، يعني هفضل كل سيشن كده لحد ما نخلص. انت لما هتفضل تمشي معانا وانت سمن بوكمون كده، يعني 23 واحد مفيش غير 5 اللي بيجابوا حاليا، فبراحتك يعني، دي حاجة ترجع لك انت. بس انا بكلمك ان احنا اخوات كلنا مع بعض، فالموضوع مش امتحان عادي. يعني انت ممكن رأيك يبقى صح، ممكن انا ابقى غلط وانت صح، عادي مفيهاش اي حاجة. فمش يعني اللي بيجاوب ده هو على فكرة بيستفيد. فانت بالظبط. طول ما انت قاعد ساكت كده براحتك، يعني دي حاجة ترجع لك انت يعني. فانت حاول اتكلم، عشان انت لو عندك حاجة غلط نعرف نصححها، مش اكتر. يعني احنا بنعمل الأسئلة دي ليه؟ مش عشان حاجة يعني، هو عادي عشان لو انت بس حاجة مش فاهمها افهمها كويس. بس عشان انت لما تقابل السيناريو ده فعلا حقيقي بعد كده، وانت في الشغل بعد كده ان شاء الله، تعرف ان انا حصلت مشكلة دلوقتي، انا الويب سايت لقيته واقع، انت دلوقتي ليه تتوقع انه يبقى واقع؟ فاحنا بنشوف اهو دلوقتي، ده سؤال. هو انت مش ممكن تيجي دلوقتي تسيرش تلاقي فجأة اصلا الموقع ده ممكن ما يبقاش موجود، ممكن تلاقي السيرفر واقع. طب ليه ممكن السيرفر يبقى واقع؟ طب ليه مثلا انا ما عرفتش اوصل للموقع؟ كل دي سيناريوهات بتحصل، فانت لازم تبقى عارف هي بتحصل ليه، فمش اكتر ولا اقل يعني. فاللي بيجاوب يعني بجد برافو عليك، كمل كده للاخر، وانا متاكد ان اللي بيجاوب ده هو اللي هيوصل في الاخر. اللي هيفضل قاعد ساكت والله بقى الله يرحمه، معرفش بقى هو كده هو عايز ايه، بس براحته يعني. بس تمام، اتفضل يا أحمد. أنا سؤال رقم 3 اللي هو سينس بينج كونكتيفيتي وركرز، أنا مش فاهم. مش فاهم السؤال يعني؟ اه هو السؤال بيقول لك دلوقتي ايه اللي خلى السيرفيس ما تشتغلش؟ ايه المشكلة اللي حصلت؟ انت شايف ايه اللي خلى مثلا الموقع ما يشتغلش؟ يعني هو دلوقتي لما جرب اللي هو الامر بتاع بينج ده لقاه تمام، بس لما جه يفتح الموقع مش عارف يدخله. طب ليه؟ طب ما انا عملت بينج ودخلت وشفت الموقع لقيته موجود وعادي بيرد عليا، بس انا جيت اسيرش على الموقع ما لقيته مش داخل. ايه ممكن يكون السبب بقى؟ هو ده السؤال. هو ممكن يكون الموقع عامل لي حظر مثلا، هو كده كده لا، هو الموقع هيعمل لك حظر ليه؟ بالعكس هو اكيد مش عايز يعمل لك حظر يعني. هو بص، بغض النظر عن هو بيعمل حظر ولا مش حظر، هو انا دلوقتي انا فتحت موقع لقيته باعت لي ايرور كده، ومش هنقول بقى الايرور ده ايه، ماشي؟ طيب المهم ان هو طلع لي ايرور. طيب انا جيت فتحت التيرمينال بتاعتي وكتبت مثلا وليكن جوجل، انا مش عارف ادخل، قمت كتبت بينج جوجل، لقيته ايه؟ قام مديني الريبلاي عادي جدا، مفيش اي مشكله. طيب قلت يبقى ايه المشكله بقى؟ طالما انا حاولت ادخل على الويب سايت ده وعملت البينج وما حصلش برضه حاجه، مش عارف ادخل على الموقع، ايه تعتقد تكون المشكله؟ ما هي طبعا انت زي ما احنا بنتكلم في بروتوكولات، بنتكلم في تولز، بنتكلم في حاجات نقدر نستعملها عشان نوصل لحاجه معينه. فدي كده يبقى غالبا في مشكله في بروتوكول معين. فانت ممكن تحاول تفكر في بروتوكول ممكن يكون السبب في ان انت ما عرفتش توصل للموقع ده. بس لا، ما انا بتكلمش على البلوكات يعني، انت ما حدش يفكر في موضوع البلوكات ده. هو مش عايز يعمل بلوك عادي، هو الاي بي هو سامح لكل الاي بيات عادي تدخل، بس انا مش عارف ادخل برضه رغم ان هو مش عامل لي اي بلوك ولا اي حظر ولا اي حاجه خالص. المشكله ممكن تكون في ايه؟ اتفضل يا عبد الرحمن. كل اللي هو الدومين نيم سيستم مش شغال مثلا، هو ده اللي مش آه مخليه.
انا مش هتكلم، هي كده ممكن تبقى اجابه صح طبعا، بس انا مش هقول هي صح ولا غلط يعني، فانت عادي جاوب براحتك خالص، وفي الاخر كده كده هنتكلم وهنشرحه مع بعض يعني. تمام. ممكن يكون مثلا جربنا على مثلا السؤال الثالث، ممكن يكون ال HTTP يعني في مشكلة مخلياه مش عارف يقدر مثلا المنفذ اللي هو البورت 80 بتاعها. أنا برضه مش فاهم قوي. ايوه خلينا فاهم، في يعني الإجابة قصدك الأولانية. ان هو في الدي ان اس بتاعه ما قدرش يوصل للموقع صح، انت قصدك كده؟ بالظبط. طيب خلاص ماشي، انا اخدت اجابتك في الحسبان. تمام، اتفضل يا احمد. هو ممكن يكون مثلا في فايرول او فايرول مثلا يعني مش راضي يخليني اوصل للسيرفر. ما ليه ممكن ليه حد يحط عليك فاير وول ويمنعك؟ ما انا بقول لك، ما انا عشان كده بقول لك فكر في حاجه، مش لا مش فاير وول منعك ولا حاجه، هو عادي سامح لك مفيش اي مشكله، ورغم ان مفيش اي بلوك على او فاير وول عمل بلوك على اي حاجه مش عارف توصل برضه. إيه، قول. ممكن يكون اصلا الاي بي متسجل في الدي ان اس غلط. وارد. طبعا يا جماعه هو السيناريوز مش اجابه واحده، فعشان بس محدش يقول لا انا هقول اجابه نموذجيه واحده، لا هي فعلا ممكن كل اللي انتوا بتقولوه ده صح عادي. يعني فعلا ممكن يكون فاير وول مانع، فعلا دي حالات بتحصل، هتلاقي الفاير وول هو اللي منع الاي بي ده اصلا انه يدخل، هتلاقي فعلا سيناريوهات ان ممكن يكون دي ناس مش عارف يوصل. طبعا انا بس باخد اكبر عدد من الاجابات، وفي الاخر هقول اجابه واحده، والاجابات التانيه اكيد طبعا هتناقش فيها طبعا. اتفضلي يا إسراء. تمام يا باشمهندس، أنا في حاجة لاحظتها بس عايزة أتأكد من المعلومة. هو دلوقتي حضرتك كاتب الموقع HTTP، فهل هو لو موجود فعلا HTTPS واحنا دخلنا عليه كأنه HTTP هيوصل ولا مش هيوصل؟ يعني ممكن تكون دي المشكلة. ممكن تبقى برضه دي مشكلة. تمام. طيب، انا بعت لكم يا جماعه في الاعلانات في سايماتريكس، بعت لكم البتاع كامل بقى، عملت لكم 6 سيناريو، فاللي خلص الاربعه الاولانيين يخش على الاثنين اللي بعدهم، ماشي؟ وعدلت فيه كده كام حاجه في الاسئله، فهو انت بص عليه تاني برضه، ماشي؟ بس هو كده اول سيناريو وتاني سيناريو صح، ماشي؟ من اول 3 بقى ارجع بص عليه تاني، لو انت عديته ارجع بص عليه تاني.
طبعا يا شباب انتوا موضوع الفاير وول ده يعني انا مش بقول على حد ان هو غلط، هو ممكن تبقى اجابه صح، بس انا آه، عايز اسمع كل التفكير عشان بس اجمع الافكار كلها بتاعتكم مش اكتر يعني. اتفضل يا احمد. هو السؤال الأول صح؟ ايه المفروض السؤال الأول مش كده؟ يعني إيه؟ مش فاهم قصدك. يعني المفروض انتوا بتشرحوا السؤال الأول صح؟ ماشي اشرح. أنا افتكرتك دخلت على السؤال التاني يعني. لا انت عادي عايز تدخل على التاني خش على طول اشرح لو عايز. طيب هو في احتمال يعني في السؤال ده. ماشي. هو المفروض هو هو انا كده كاتب في السؤال. كده بص انا عايز اقول لك حاجه، هو انا السيناريوز دي انا قاصد احطها ان ليها اكتر من احتمال، فانا مش حاطط هي مش اجابه مش قران يعني فاهم، انت دخل عادي قول بس واخد بالي. ممكن تبقى صح واللي بعدك صح وهكذا. هو بس أنا مش متأكد الحقيقة من اللي أنا بقوله. طب بس قول. هو قايل في السؤال إن لما أنت ماشي كمل. بتيجي مثلا تعمل بينج بالموقع ده بيشتغل عادي صح؟ فالمفروض الموقع شغال، لكن لما تدخل عليه بتلاقيه انت بتتكلم مش كده على شغال. السؤال الاول؟ انت كده على السؤال الاول صح؟ ماشي، بس افتكرتك بتتكلم على التاني. ماشي اوكي. يعني المفروض كده الموقع شغال بس مش عايز يدخل عليه صح؟ طيب ما في احتمال ان انا كمستخدم ماليش صلاحيه اصلا ان ادخل على الموقع ده. ممكن طبعا، انت قصدك زيهم يعني ان بيبقى في فاير وول منعك ان انت تدخل اصلا. مش ممكن مش يعني بس مش فكره فاير وول، الفكره ان انا يعني مثلا زي ما موقع انت شركه معينه او موقع حكومي مثلا، وانا مش مسموح لي ان ادخل، او في حسابات معينه مسموح انها تدخل. طب حلو، فاهم؟ بما انك فتحت الموضوع ده، ازاي بقى مثلا شركه معينه اصلا بتقدر تمنع عنك اكسس لحاجه معينه؟ يعني انت طيب مثلا المفروض وليكن هم انا مثلا مثلا يكونوا انت المفروض مثلا عارف ان شركه مثلا وليكن شركه اكس ماشي، شركه اكس ديت اكيد المفروض ان هي في اي بيهات معينه بتبقى خاصه بالشركه صح كده؟ ازاي بقى الشركه دي انا لما اجي اخش عليها مثلا يقوم مديني لا ان انت نوت اكسس اصلا عشان انت مثلا مش تبع الشركه؟ ايه الحاجه برضو اللي تقدر تمنعني من حاجه زي كده؟ ده سؤال حلو عامه برضو تقدر تفكر فيها عايز. يعني شوف كده، انت دلوقتي مثلا انا بخترق دلوقتي حلو، بخترق شركه معينه، انا عارف ان انا لو في اي بي معين انا عرفت اوصل له، انا كده دخلت في حاجه اسمها انترنال اي بيز. انا مجرد ما دخلت على انترنال اي بي جوه الشركه داخلي، فانا بدات امسك النتورك بتاعته. النتورك بقى بعدين نقدر ان احنا نتغلغل جوه النتورك بقى سنه سنه. انا دخلت عرفت الاي بي ده، عرفت ان الاي بي ده معاه الايه الجهاز وده وده وده، طب ازاي بقى اقدر اوصل الجهاز لده وده وده؟ مثلا انا اقول لك انا اجابه شخصيه ليا انا لو هفكر هقول ان انا هبعت برودكاست مسج صح. المفروض ان هو الجهاز هيروح على السويتش، والسويتش يقوم باعت للشبكه كلها، فبالتالي عرفت الشبكه اصلا فيها كام جهاز، ده رقم واحد. تاني حاجه انا ابتديت اعرف الاي بي هات، اقدر افتح اي بي هات تانية اكتر. فاهم دي انا الصراحه لو هفكر كده، ابتديت ان انا امسك النتورك بتاعت الشركه، ابدا امسك اي بي بقى، ابدا اهنت على على الاي بي ده وعلى الاي بي ده على الاي بي ده، اشوف البروتوكولات المفتوحه. الكلام ده كله اصلا هو ده الاتاكس، احنا بنبتديها كده فعلا. فهنبتدي نفهم المشكله ازاي، بنقدر نحاول نوصل للانترنال اي بي. بعد ما نوصل للانترنال اي بي بنبدا بقى نوسع النتورك بتاعتنا، نبدا بقى نوصل لاجهزه تانية جوه الشبكه بتاعتهم، وبالتالي بقى ده خلاص بقى اختراق كامل بقى. ف يعني فكره ان انت بقى ازاي توصل للانترنال اي بيز دي بقى ليها تريكس كتيره يعني. مش عارف، هو في حد اسمه فيلو جيتسر ما كتبش اسمه هو داخل، بس هو بيتكلم صح يعني. هو طبعا هنقدر ان احنا بنحاول نوصل فعلا لطرق باي باس ان احنا نقدر نوصل للاي بيهات ديت. طبعا هم ممكن يبقوا حاطين حاجات على الفاير وول، يعني يقول لك مثلا ما يقدرش طه ماشي يا طه. طبعا ممكن يبقى حاطط فاير وول اصلا، يقول لك لا انا مش عايز غير الاي بيهات دي بس هي اللي تدخل، بقيه الاي بيهات كلها يتعمل لها على طول بلوك، فانت بالتالي ما تقدرش توصل. ممكن يبقى حاطط ريستريكشن على الدي ان اس، عايز والله اللي يوصل كذا 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 هم دول بس برضه، فهكذا يعني هو بيحط كذا ريستريكشنز على النتورك
بحيث ان مفيش حد يقدر يوصل غير اصحاب الشركه نفسهم. اتفضل يا احمد، مش عارف انهي واحد، بس اي واحد يفتح يعني يتكلم عادي. انا هجاوب السيناريو التاني. ماشي، قول اجابتك في السيناريو التاني ايه. طيب هو بيقول اشرح يعني ازاي بين عن طريق الارب. هو بيعوز الاي بي والماك ادرس بتاعه، تمام. يبعت برودكاست ادرس اللي هو بالعنوان اللي هو عاوز يوصل له، اللي هو المكان اللي عاوز يوصل له بالاي بي اللي هو عاوزه يعني. ماشي. والجهاز اللي هو مراد يعني عاوز يوصل له بيرد معاه بالماك ادرس اللي هو عاوزه ويسجله في الارب تيبل عنده. بالظبط. ماشي. السؤال التاني بقى. ماشي. عن طريق دي ان اس، صح؟ now want to open جوجل. ماشي. ماشي، بس هل ثانية، هو أنا بس كاتب لك بين قوسين which has a public IP، فأنا عايز بس الفكرة مين اللي يقدر يجمع البرايفت اي بيز بتاعتك كلها ويخرجها على public اي بي واحد؟ النت. بس كده. ماشي. سيناريو 2 المفروض سهل يعني. ماشي كمل. السؤال التالت بقى. هي طبعا هي إجابة 3 دي موجودة، هي إجابة 2 أصلا، بس أنا عايزك بقى تشرح العملية دي بتحصل إزاي يعني بدقة شوية، بتفاصيل أكتر يعني. وانا ما اعرفش الصراحه في العمليه دي غير اللي هو مثلا ان مثلا عندها راوتر بيستخدم النت دوت عشان يحول البابليك لبرايفت والعكس. بالظبط، يعني زي ما انت شفت انا في النتورك، انا هوريك على فكره النتورك انا كنت عاملها كده صغيره خالص، واوريكم الحاجه ازاي بتتبعت يعني، حتى البينج والكلام ده كله. وفي برنامج انتوا لو عايزين تجربوا بنفسكم اسمه سيسكو باكيت تريسر. ده انت اللي بتنشئ النتورك بقى، انت اللي بتحط الاي بيهات، وانت اللي بتحط السيرفرات، وانت اللي بتحط السويتشات. ده حاجه لو انت عايز يعني تتسلى فيها. وعلى فكره في ناس اصلا شغلتها كلها ان هي تروح على شركه معينه والله تقول انا عندي مثلا 20 جهاز وهيتحطوا بالشكل الفلاني الفلاني، هل انا يقول لك بقى انت محتاج كام سويتش، محتاج كام بورت، الراوتر بتاعك نوعه ايه، الكلام ده كله. دي شغلانات اصلا. يعني ما تستهونيش بالكلام ده، لان هو كلام مهم يعني، اصلا ده ممكن يفتح لك شغلانه لوحده بعيد عن السايبر سيكيورتي اصلا. هو مجرد نتورك بس، ان انت بتعرف تنشئ نتورك صح لشركه معينه. طب اكمل بقى السيناريو التالت ولا؟ كمل كمل. ماشي. هجيبك بعدها يا محمد على طول. هو الاف تي بي ده عشان تنزل ملفات، تمام؟ يعني عشان تنقل ملفات قصدي. عشان ايه؟ الاف تي بي ده بتكون عشان ننقل ملفات من جهاز للتاني. طيب. لازم نستخدم هنا التي سي بي عشان بيستخدم الثري واي هاند تشيك عشان يتاكد ان الداتا وصلت مظبوطه يعني. طيب يعني انت عايز تقول لي ان الاف تي بي بيعتمد على بروتوكول تاني اسمه التي سي بي؟ عشان يعني طبعا ده فلاير وده فلاير. بالظبط. لا شاطر، انت جبت الاجابه اللي انا عايزها بالظبط. هي دي الجمله الوحيده اللي انا كنت عايز اسمعها منك، بس كده تمام صح. طب ازاي، لسه كنت اسالك بقى ازاي بروتوكول بيجيب نفس البروتوكول، ازاي بيكلموا بعض؟ ما هو عشان ده فلاير زي ما انا قلت له اللي يوسف لما كان سال على الفرق بينهم. انا دايما انت فكر في النتورك دي على الاو اس اي على طول، حطها كده في دماغك ان اللاير دي ملهاش اي علاقه باللاير اللي تحتها، غير ان هم يقدروا يتواصلوا مع بعض. بس دي لاير ودي لاير تانية ملهاش علاقه ببعض خالص، غير ان هو ايه، ان اللي فوقها بتدي اللي تحتها، واللي فوقها هي اللي بتدي اللي تحتها، لحد ما توصل لاقل لاير، والعكس بقى في الناحيه التانية. بس كمل. انت خلصت كده؟ خلصنا ولا ايه؟ لا لسه. الفيديو كول لازم نستخدم فيديو بي عشان يبقى سريع، لان احنا لو استخدمنا فيديو بي ايه بطيء. بالظبط. ماشي. ما شاء الله عليك يا احمد، كويس. خلي بالك احنا الناس دي بنحط كده جنبهم هايلايت كده علامه، عشان الاسامي دي بعد كده ليها حاجه حلوه في الاخر يعني. اتفضل يا محمد، وبعدها اسراء عشان محمد كان رافع الاول. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مش عارف، انا عليت كام سؤال، عليت كتير، فانا هحل لحد ايه ما اقف بقى. تمام. طب شوف انت عايز تحل اي سيناريو حاسس ان انت عايز تشرحه كويس، وخش اشرحه. ماشي، انا هشوف. ماشي، بص نبدا بتاني سؤال. تمام.